آه، هنقول لكم شوية حاجات وبعدها نبدأ في الكونتنت على طول. فتمام يعني. هو مبدئيا كده ستيم انترشيب هي زي منظمة أو اورجانيزيشن. بقالنا كام سنة بنأهل الطلاب، إن هم يتقبلوا امتحان القبول. وفي كل سنة في عدد كبير جدا من الطلاب في ستيم انترشيب بيتقبلوا في ستيم، في مدارس ستيم في كل أنحاء مصر يعني. على سبيل المثال أنا شخصيا كنت السنة اللي فاتت في ستيم منتورشيب، والحمد لله طلعت الثامن على اختبارات القبول. وفي ستيم أكتوبر أنا معسكر. فبس يعني فاللي هو الكورس ده يفيدكم بشكل كبير يعني، سواء كماس ساينس اي كيو انجلش. انا صراحه يعتبر ما كنت زي محمود كده، ما كنتش في ستيم منتورشيب ذات نفسها، بس كنت متابع البلاتفورم زي تيك توك ويوتيوب وكده. وبجد هي كانت فادتني قوي في الحاجات اللي انا ما كنتش فاهمها وكده. فهي بجد كانت افكتيف قوي في الرحله بتاعتي. الحمد لله انا يعتبر من التوب 150 على اختبارات البول وكده. وانا زي ما محمود قال برضو انا معايا في ستيم اكتوبر. وان شاء الله اغلبيه اللي هيشرحوا لكم يعني هم ناس مرانكين رانك عالي قوي على اختبارات القبول. ويعتبر كمان يعتبر اغلبهم واخدين مسابقات كويسه او مذاكرين الكونتنت اللي بيشرح ده اكتر منه بكتير قوي، عشان يقدروا يوفروا لكم كل المعلومات اللي انتوا هتحتاجوها او الاسئله اللي تيجي في بالكم. وبس يعني زي ما محمود قال في عدد كبير قوي بيتقبل. احنا كان السنة اللي قبل اللي فاتت او السنة اللي فاتت بيني كان حوالي يعتبر كان معانا 400 واحد او 500 مش فاكر قوي. كان اغلب اللي كان ملتزم اللي هما كانوا حوالي 75% او 72%. 70%، 70% منهم يعتبر اتقبل، فكده يعتبر 2% مثلا أو نسبة أقل يعتبر من اللي كانوا ملتزمين ما تقبلوش. وده في الأول والآخر كله توفيق من ربنا. فإن شاء الله يا شباب هنبدأ النهاردة أول سيشن رياضة. محمود هيعرض السكرين دلوقتي ونبدأ على طول. مبدئيا يا شباب قبل ما نبدأ يعني احنا عايز تفاعل، واللي عنده القدرة انه يفتح المايك والكاميرا خدوا راحتكم خالص. ويا ريت يعني لما نيجي نتكلم او نبدأ ونخش في الأسئلة، لما نيجي نسأل سؤال اللي عنده إجابة يعمل ريز هاند في الزوم تحت في الرياكت، ويبقى فيه تفاعل يعني. تاني حاجة يا شباب، اللي عنده أي مشكلة مش فاهم نقطة معينة عاوز يستفسر عن حاجة ليها علاقة بالكونتنت أو نسبيا ليها علاقة بالحوار يعني يقدر يتفضل عادي. بس لو أسئلة مثلا ملهاش علاقة بالسيشن قوي ممكن تستنى للآخر، وإحنا كده كده هنبقى في الآخر مستعدين إن إحنا نسمع أي أسئلة منكم ونجاوب عليها يعني. احنا السيشن بتاعت النهاردة هنتكلم عن زي كونسبت بسيط جدا. احنا بنبدأ تدريجي من الحاجات البسيطة، نبدأ نعلى في المستوى شوية لحد ما نوصل في الآخر لمستوى يبقى قادر إن هو يأهلكم إنكم تجيبوا رانك كويس في اختبارات القبول. النهاردة يعني هنبدأ بالمعادلات الخطية، وإزاي نحاول نرتب المعادلة أو الصيغة اللي قدامنا بحيث إن احنا نطلع قيمة س. هعمل لكم شير سكرين دلوقتي. ودلوقتي كله شايف الشاشة تمام صح؟ اه، تمام. آه، ماشي يا شباب. دي ان شاء الله الهاند اوتس او الحاجات اللي انت تقدروا تذاكروا منها. السيشن دي احنا ان شاء الله نشرح الهاند اوت. السيشنات الجايه هيكون في برزنتيشن خاصه بالشرح ذات نفسه. والهاند اوت دي انتوا هتقدروا انك هنرفعها لكم على الكلاس روم كده كده يعتبر الاتش ار كلمكم يعني. وهتقدروا تذاكروا منها يعني عادي وفيها اسئله وهتعرفوا يعني ده كله اول ما تفتحوها بعد السيشن ان شاء الله. اول حاجه يا شباب، بما ان النهارده يعتبر اول سيشن جاب هنتكلم عن المعادلات الخطيه. فاحنا محتاجين اول حاجه ان احنا نعرف يعني ايه المعادلات الخطيه. او يعني ايه معادله اصلا، يعني ايه كلمه معادله دي في الاساس. فده يعتبر اللي هنبدا بيه النهارده. وبعدها انا ومحمود يعني هنبدا في شرح الكونتنت وكده. يعتبر ده التبل في كونتنت او الحاجات اللي هتتشرح النهارده ان شاء الله، او ده اللي بيتكون منه الهاند اوت زي ما معروض قصادكم على السكرين يعني. وبس
تاني حاجة بعد ما السيشن دي تخلص تنزل فيديوهات على البلاتفورمز كده. اللينكات موجودة فوق في الهاند اوت، تقدروا انك تفتح لو انت مش تقدر تكمل السيشن، تقدر تفتحها على يوتيوب او على يوتيوب، او في شويه حاجات بتنزل على تيك توك كده، بتكون اسئله صعبه شويه او فكره كويسه يعني، تبقى تقرر في اختبارات القبول وكده. وعندك برضو جروب التليجرام والشانل الاساسيه وجروب الشات لو حد عنده اي سؤال، كمان جروبات الواتس. فدي يعني يعتبر الحاجات اللي انت تقدروا تتواصلوا عليها معانا. ولو حد عنده اي مشكله يقدر يتواصل معانا عادي. الهاندوت او الهاندوت دي معناها اللي هو شيء زي او ملزمه هتنزل لكم بعد كل سيشن، فيها طبعا الشرح اللي احنا هنشرحه في السيشن واسئله تدريبيه، ويبقى فيها الواجب هينزل لكم فورم تجاوبوا فيه اسئله الواجب دي، وهيبقى فيه كمان اسئله عليها بونص اللي هو درجات اضافيه. الاسئله دي مستواها اعلى اعلى حبتين ثلاثه من الاسئله اللي هي العاديه بتاعت الواجب. أول ماشي. انت هدى بتقول ان هي بتواجه اسئله وكده، بتواجه صعوبات وبتاع. احنا الجروب كله سواء شانل الواتس او تليجرام، ابعتي هتلاقي كله بيرد عادي. يعني يعتبر بلاش حوار البرايفت ده قوي يعني، ابعت على الجروب. ولو ما فهمتش مثلا او عاوز تفهم جزئيه معينه، تقدر في وقت السيشن مثلا بعد السيشن او قبلها لو انت داخل بدري، او تبعت على اي جروب زي واتساب او تليجرام، وفي جروبات مخصصه لكده. معلش بس في حد بيسألني على الشات، هو الشرح عربي بس، هو لا هو في شرح تاني، في لينك تاني، في ناس تانيين بيشرحوا سيشن ماس انجلش، فاخرهم السيشن دي هتلاقيها على التليجرام او الواتس. على جروب الواتس او تشانل التليجرام هتلاقي اللينك بتاع سيشن الانجليش. هو نفس الكونتنت، آه، نفس كل حاجة، بس ماث. ومن ناحية آه، برضو والشرح، واحنا يا ريت لو حد وقع مننا في أي جزء أو في أي حاجة مش فاهمها يفتح المايك على طول ويقول لنا نعيد له من تاني، أو نوضح له الحوار بطريقة تانية. او لو مش حابب ان هو يفتح المايك، يبعت شات برايفت عادي ليه او انا محمود، وهنعيد تاني عادي. تمام يا شباب. نبدأ بقى. اول حاجه يا شباب، اول يعتبر كونسبت او موضوع هنتكلم عنه النهارده هو المعادلات الخطيه. المعادلات الخطية هي عبارة عن مجموعة حدود. المعادلة بشكل عام هي عبارة عن مجموعة حدود. الحدود دي بيكون لكل حد فيها هو يعتبر أكبر المعادلة يعني، تقيم أو تتعرف إن هي بأكبر حد درجة ليها. فإحنا لو عندنا اللي هي المعادلة اللي هي قصادكوا دي، اللي هي ألف س زائد ب بيكوال ج. دي يعتبر بالنسبة لي معادلة. هي ليه بالنسبة لي معادلة؟ لأن في علامة إيكوال في النص. طب هي من الدرجة الكام؟ هي من الدرجة الأولى، عشان أعلى حد فيها هو من الدرجة الأولى، وده تقييمنا الأول للمعادلة. بس قبل المعادلة، إيه اللي كان قبل المعادلة؟ يعني قبل، أظن مش علماء الرياضة أو بشكل عام ما وعوش على الدنيا أو ما طلعوش كده واختاروا معادلة. أكيد كان في حاجات كتير قبلها. هنبدأ أول حاجة يعني إيه متغير أو variable. المتغير عندنا في الرياضة هو شيء بنخزن فيه قيمة. القيمة دي احنا بنخزنها فيه بيكون نسبيا أسهل من إن احنا نستخدم نقعد نقول كل مرة الرقم ده. فنقدر باستخدام المتغير ده إن احنا نعرف القيمة المستخدمة كتير دي ب عندنا مثلا ممكن كان زمان بيتقال على جزء من عملة الجنيه اللي هي الشيلين. بدل ما الناس تقول مثلا، أنا مش فاكر قيمة العملة قوي، بس أظن 10 قروش يعني. بدل الناس تقول 10 قروش وشايفاه إن هو صعب عليها قوي، فكان الناس بتقول شيلن. طب ليه الناس بتقول شيلن؟ عشان تسهل عملية إن هي تقول العشر قروش، بأنها كان نسبيا أصعب، والشيلن بالنسبة لهم أسهل في النطق وكده. كذلك في الرياضة، المتغير بالنسبة لنا هو بيكون عبارة عن شيء بقدر أخزن فيه قيمة حاجة. قيمة الحاجة دي بتسهل لي الدنيا أو بتساعدني إن أنا أستخدم الحاجة دي، خصوصا لو أنا بستخدمها كتير. جت وقت. عاوز تقول حاجة يا محمود؟ لا، كمل كمل يا أسكر. ماشي. جه بقى بعدها لقينا ان احنا بقينا نستخدم الحاجات دي، نستخدمها مثلا في حاجات هندسية وكده. فجينا لقينا بنقول ايه، ان احنا في حاجات كتير قوي في الدنيا او في الحياة العملية بتاعتنا عموما بنلاقي ان واحد زائد اتنين بيساوي تلاتة، او واحد زائد واحد بيساوي اتنين. فده
لقينا ان ده اصلا يعتبر بيحصل عمليا بشكل كتير قوي. ان انا شخص مثلا عاوز ابني اي شيء او اعمل اي شيء، فانا اما احط 10% او 2 كيلو من المجموعة دي، زائد 4 كيلو من المجموعة دي، زائد 5 كيلو من المجموعة دي، فهو يطلع لي القيمة دي. فمن هنا جت يعني ايه معادلة. يعني ايه معادلة؟ ان انا بدخل حاجة انبوت كده او مدخلات، بتطلع لي مخرجات. المعادلات غالبا بيكون فيها متغيرات على حسب المعادلة دي هي معادلة لإيه. فبس ساعات أو غالبا بيكون فيها ثوابت. فأول معادلة أو المعادلات غالبا اللي قابلتوها لحد دلوقتي أو هتقابلوها حتى في اختبارات القبول هي المعادلات الخطية. فأما جينا بقى نعرف المعادلات الخطية، هي معادلة يعتبر العلاقة ثابتة حرفيا. أنت لو زودت هتزيد، لو نقصت هتنقص، بس مفيش أي حاجة تانية. وهي معادلة غالبا بتعتمد على متغير واحد. والمعادلة عندنا بتتكون من ألف س بلس ب زائد ب بيساوي ج. السين ده هو بالنسبة لنا هو المتغير في المعادلة دي، وهو يعتبر اللي على أساسه بتمشي المعادلة كلها. الألف ده هو معامل السين، وهو القيمة اللي بتضربها في السين. لأن ساعات بيكون إن المعادلة ما بتاخدش واحد سين، لا هي بتاخد 2 سين وتلاتة سين وأربعة سين، على حسب المعادلة دي الإيه. تالت حاجة الب هي عبارة عن قيمة أنا بزودها للمعادلة. ليه أنا بزودها للمعادلة؟ إحنا لو هنتكلمها بشكل رياضة، لأن المعادلة دي هي بتمر بالنقطة المعينة. هي مثلا 2 و1. فلو أنا ما ضفتش الب مثلا، فكده هي غالبا لو حطيت مثلا ألف س بس، فهي كده المعادلة غالبا هتكون بتمر بالصفر وصفر، وهي مثلا أنا عاوزها بتمر باتنين واحد، وهي مش هتمر بيها عشان تحقق لي اللي أنا عاوزه من المعادلة. فأنا بروح مزود ب دي عشان توصلني للأوتبوت أو الجيم اللي أنا عاوزه. هو ده المفروض القيمة الأساسية، الشكل الأساسي للمعادلة. في شكل تاني بقى اللي هو ألف س زائد الب بيساوي ج س زائد الدال. هو ده يعتبر اللي بيعرف لنا الشكل الأول، لأنك لو نقلت الجيم س من الناحية التانية والدال وكده، هيروح مطلع لك القيمة برضو في الآخر. فالألف والب والجيم والدال دول هم يعتبروا معامل المعادلة، معامل المعادلة. ودلوقتي جودة هيبدأ يتكلم معاكم عن شوية خصائص المعادلة وازاي نقدر نتعامل معاه وكده. هو مبدئيا احنا عندنا زي ما عسكر كان قايل، هي الصيغة العامة للمعادلة الخطية هي ألف س زائد ب تساوي ج. وعندنا في الرياضة بشكل عام بيبقى في الغالب ألف وباء وجيم ودال، دول بيبقوا ثوابت اللي هو أرقام ثابتة ما بتتغيرش. لكن س اللي هي في المعادلة الخطية دي، دي بتبقى باسم متغير اللي هو أنت ممكن تغيره، اللي هو تحط مكانه أي رقم بحيث إن يطلع لك ناتج مختلف. هنبدأ نخش بقى في خواص المعادلة الخطية. واحنا عندنا هنا أول حاجة، بنقول إن لو ج زائد باء تساوي ج زائد ألف، فساعتها هيبقى ألف تساوي باء. فده شيء منطقي جدا، لأنك ممكن تعدل الجيم دي بعكس الإشارة في الجنب التاني، فساعتها الجيم هتطير مع الجيم وهيبقى ألف تساوي باء. تمام، دي أول خاصية اللي هي اسمها خاصية الجمع. تاني حاجة خاصية الطرح، نفس الفكرة برضو، ج ناقص باء تساوي ج ناقص ألف. هنعدي برضو لو عدينا الألف أو الجيم بعكس الإشارة هنساوي المعادلة، فساعتها برضو هيبقى الألف تساوي الباء. خاصية الضرب برضو عندنا، هنلاقي هنا ألف، ممكن تبقى أصلا ألف جيم تساوي باء جيم. إحنا هنا ممكن نقسم في الطرفين على جيم، لو الطرف ده على جيم والطرف ده على جيم، فساعتها هيبقى معانا ألف تساوي باء. أظن الخواص دي واضحة وأغلبنا خدها في أولى إعدادي وتانية إعدادي يعني. للتذكير برضه يا شباب، احنا ليه بنستخدم الخصائص دي بشكل عام؟ احنا بنستخدمها عشان نوصل المعادلة لأبسط شيء أنا أقدر أتعامل معاه. احنا مش لازم دايما إن احنا نتعامل مع شيء كومبلكس أو معقد، لا احنا ممكن نخلي الحوار مبسط. فكل ما يبقى مبسط أكتر ده أحسن لينا في إن احنا إزاي نقدر نحل المعادلة وكده. زي محمود قال، دي الطرق اللي احنا بنعملها. ممكن انا لو ضربت مثلا، لو ضربت 3 على الاتنين،
ضربت تحت على اتنين مثلا والناحية التانية برضو على اتنين، فانا هطير الكسر اللي تحت، فده هيكون اسهل بالنسبة لي. ممكن سواء جمع او طرح، ان انا اطلع فاريبل او متغير هو بالنسبة لي مبوظ لي المعادلة، فانا اطيره فيساعدني ان انا ابسط المعادلة وكده. وبس يعني، فمحمود هيكمل معاك. الخاصية اللي بعدها اللي هي خاصية القسمة هي نفس فكرة خاصية الضرب بالظبط. هو الضرب بيبقى نفس فكرة القسمة، والجمع بيبقى نفس فكرة الطرح. انت هنا ممكن لو ضربت الطرفين في جيم هيبقى معاك ألف برضه تساوي باء. نخش بقى على خاصية بعدها، هي خاصية التوزيع. انت لو عندك هنا قوس اللي هو ألف، والقوس جواه باء زائد ج، وبره في ألف، فأنت هنا ممكن تقدر توزع الألف على الباء والجيم. فساعتها هتضرب الألف مرة في الباء أو تضرب الألف مرة في الجيم، ساعتها يبقى ألف باء زائد ألف جيم. ده المقدار ده يساوي اللي هي ألف في باء زائد جيم. دي اللي هي خاصية التوزيع. في نقطة برضو عسكر كان متكلم عنها. احنا عندنا لو الصيغة قلنا الصيغة العامة للمعادلة الخطية ألف س زائد باء، باء تساوي ج. عسكر كان بيقول ان احنا بنضيف الباء عشان نتحكم في اللي هو الفيرتيكال شيفت، او ان احنا نشفت المعدل، نشفت اللي هي طبعا احنا عارفين، اظن كلكم عارفين ان المعادله الخطيه بتترسم كخط كده. احنا بنستخدم الباء بان احنا نشفت الخط ده لفوق درجة او درجتين او ثلاثة وكده. وطبعا الالف بنستخدمها في ان احنا نتحكم في الميل بتاع الخط. يعني مثلا لو الخط كده، فانت ممكن تعدل في الالف بحيث انك تخلي الخط كده مثلا، فهنلاقي ان احنا غيرنا شوية في الميل بتاع الخط. فدي زي مثلا حاجات موجودة في الصيغة العامة بتاعة المعادلة. وطبعا احنا هنا قلنا خاصية التوزيع، ان احنا نوزع اللي بره القوس على اللي جوه. احنا ممكن برضو نعمل عكس خاصية التوزيع دي وناخد عامل مشترك. العامل المشترك ده اللي هو زي رقم مشترك في الطرفين، او مش شرط رقم، ممكن يبقى ثابت. احنا الثوابت اللي هي الف باء ج د احنا بنتعامل معاها كأنها ارقام. فاللي هو مثلا احنا عندنا الصيغة دي اللي هي الف باء زائد الف ج، احنا ممكن ناخد الالف عامل مشترك، فساعتها هترجع للصيغة الأصلية بتاعتها اللي هي الف جوه القوس باء زائد ج. زي ما قلت وافكركم تاني يا شباب، احنا مجرد بنعمل كل شيء عشان نبسط المعادلة. كل شيء ان احنا بنعمله عشان نسهل لكم المعادلة او انتوا تسهلوا نفسكم المعادلة، فتقدروا تحلوها بشكل اسرع، وده هيزود من سرعة الحل عندكم عموما. لأن تحت هيبقى فيه معادلات فيها أرقام كتيرة وفيها اسم وفيها ضرب، فاللي هو هتضطروا تستخدموا الخواص دي بحيث إنكم تبسطوا المعادلة لأبسط صورة ممكنة، تعرفوا تجيبوا قيمة س نفسها، واللي هي قيمة المتغير يعني. هنخش بقى في التعامل مع الكسور بضرب الحدود في المقام، اللي هو بمعنى أصح إن إحنا دلوقتي مثلا عندنا، بس أنا هكتبها لكم بصورة تانية تحت. المعادلة دي د تساوي ج زائد ألف على باء. يا ريت يا شباب محدش يكتب على الشاشة. احنا عندنا المعادلة دي، احنا لو احنا عايزين نبسطها، فطبعا القسمة في الطبيعي ما بتبقاش أبسط حاجة ممكنة. فاحنا ممكن نبسطها بإن احنا نضرب الطرفين في باء. فساعتها لو ضربنا الطرفين في باء هنضرب الطرف اللي على اليمين اللي هو الدال في باء، والطرف اللي على الشمال في باء، فساعتها هتبقى دال باء. وهنضرب الطرف ده كله في باء، فساعتها هتبقى باء في ج زائد ألف على باء. برضه دي محتاجة تتبسط برضه، فساعتها هتبقى د باء هتساوي، هنضرب بخاصية التوزيع اللي خدناها فوق، هنضرب الباء في الجيم مرة، فتبقى باء جيم آه، زائد، والباء في الألف على الباء مرة، فبالتالي الباء هتطير مع الباء اللي تحت، فهيبقى معانا الألف. فدي هتبقى أبسط صورة ممكنة للمعادلة دي.
ماشي يا شباب، دلوقتي هنبدأ حل معاكم على مثال على الحاجات اللي محمود قالها. زي نقدر نحل المعادلة اللي هي الخطية اللي هي من الدرجة الأولى. محمود بيكتب المعادلة قصادكم. أول مثال احنا هنحله، وتاني مثال، وبعد كده هنسيبكم بقى تحلوا. كل ما ما ننزل أمثلة، كل ما السؤال يصعب، وفي أسئلة بتكون صعبة ومعقدة قوي، وعادي جدا إنك ما تعرفش تحلها. مفيش أي أدنى مشكلة. لو انت ما عرفتش تحلها او مش فاهمها، عادي احنا هنشرحها ونحاول نبسطها لك. الاسئله دي بتكون اعلى من اختبارات القبول بكتير، بس احنا زي ما قلنا احنا بنعلمك عشان تستفاد من العلم اللي احنا بنقوله ده. في المعادله اللي قصادنا، احنا عندنا 3 س 3 وفاتحين قوس س زائد 4 بيساوي 21. فاحنا دلوقتي بما ان عندنا التلاتة وفي بره القوس وكده، فاحنا هنضربها في القوس اللي جوه. فاحنا عندنا هتساوي ان التلاتة س زائد 12 هتساوي 21. لو ودينا ال 12 الواحدة الناحية التانية، عكس الإشارة. فهيطلع لنا إن 21 ناقص ال 12. فده معناه إن هنقسم بقى على التلاتة والطرف التاني على التلاتة. فإحنا عندنا إن السين هتطلع لنا بتلاتة. تمام، أظن ده مثال سهل ومحدش عنده أي مشكلة فيه. هو ممكن يا شباب، ممكن تشوفوا اللي هو المستوى اللي احنا فيه حاليا هو سهل شوية، بس احنا مع الوقت زي ما قلت لكم هنبدأ نتقدم شوية في المستوى واحدة واحدة، عشان في ناس بيبقى مستواها مش أحسن حاجة. فعشان نبدأ بس يعني يبقى كله ماشي معانا. دلوقتي هنديكوا. اه، هو ينفع تقسم على التلاتة من الأول خالص، اللي هو تقصد من هنا، من قبل ما ثانية كده، من قبل ما نوزع التلاتة على القوس، ينفع تقسم على التلاتة. فأنت هتقسم الجنب ده على التلاتة والجنب ده على التلاتة، فهتبقى ساعتها س زائد 4 يساوي 21 على 3 تساوي 7. ساعتها س هتساوي 7 ناقص 4، فهتبقى 3. س هتساوي 3، هتلاقي نفس الناتج عادي جدا. دلوقتي هنديكوا سؤال، اللي يعرف يحله يعمل ريز هاند ويرفع ايده. اللي هو السؤال ده ممكن اكتبه لكم برضه. 8 زائد س تربيع يساوي 7 ناقص س على 2 س. يا ريت حد يعمل ريز هاند ومن الرياكت تحت، وعشان نختار حد يحل. تمام. رباب الخولي، ممكن تفتح المايك؟ ممكن لو حد تاني عاوز يحل يبعت لنا الحل بتاعه برايفت شات، واحنا هنشوفه ونقول له صح مثلا ولا حاجة. احنا ممكن نجيب الخمسة س بعكس الإشارة فتبقى 2 س زائد 5 س، ونودي التمانية س بعكس الإشارة برضو تبقى 7 س بتساوي 7 ناقص 8، تبقى 7 س بتساوي -1. في خطوة بعدها نقص شوية. بعدين نقسم على 7، تمام. تبقى يبقى س سالب بتساوي. واحد أصعب. تمام، شكرا جدا. ويا ريت برضو لو حد اللي هو ما عندوش القدرة إن هو يفتح المايك، ممكن يبعت لي أنا أو مصطفى عسكر على الشات بتاع الزوم برايفت. وهنا الإجابة دي، أصلا الإجابة دي غلط. ماشي. سين- سين- تمام. آه، إبراهيم. ممكن تعدي المثال التالت وتخش على الرابع على طول، ونحل المثال السادس وخلاص. تمام. ثانية كده. هكتب لكم امسح واكتب لهم أكتب المثال. لهم المثال بتاعه. اه، عشان يكونوا شايفينه وخلاص.
يا شباب، انتوا كده كده بعد ما تخلصوا يعني تقدروا تحلوا الأسئلة دي كلها تاني عشان تتأكدوا. احنا مجرد اختصار الوقت وعشان ما تزهقوش بس. فاحنا بنحاول ان احنا نفهمكم الفكرة ونحل الأسئلة اللي هي نسبيا صعبة وكده. فإن شاء الله هنحل معاكم السؤال ده وهنحل معاكم يعتبر أصعب مثال موجود. وبس يعني لو حد مثلا عنده اي مشكله في الاسئله اللي احنا ما حليناهاش، يقدر زي ما قلت لكم يبعت على الجروب بعد السيشن واحنا هنقدر نرد عليه عادي. كده كده يعتبر الفايل كله معاكم اجاباته، هتلاقوا الاجابات موجوده هنا مثلا في الامثله او موجوده تحت خالص. ده الواجب او البونص يعني، في عشان تتاكدوا من اجاباتكم وكده. وبس يعني. يلا يا شباب، حد هيقدر يحل؟ تمام، اتفضل يا ابراهيم. تمام، اتفضل يا رباب. هنبدأ نضرب الاتنين في القوس، فتبقى 6 س ناقص 10 ناقص 4 بتساوي 12 زائد س. وبعدين تمام. نجمع بعدين نجمع ال10 وال4، تبقى 6 س ناقص 6 بتساوي 12 زائد س، ونجيب السين بعكس الإشارة. 12 زائد س. ماشي، ونجيب السين الناحية التانية بعكس الإشارة، تبقى 6 س ناقص 6 ناقص س ناقص 6 بتساوي 12. س. تمام. تبقى 5 س بتساوي 12، ونجيب ال6 بعكس الإشارة، تبقى 5 س بتساوي 12 زائد 6. 12 زائد 6 اللي هي 18. اه، بعدين نقسم على 5، تبقى السين بتساوي 18 على 5. تمام. ماشي تمام. ماشي ماشي. تمام، وبرضه احمد فوزي جاوب في هننزل الشات بقى صح. أحمد فوزي سيبكم من كان حله. الاجابات دي لانها الاجابات دي مش مظبوطه، عشان اه، هو كان هنحل. مترجم من انجليش لعربي، فالاجابات ما كانتش مظبوطه قوي. تمام. هنحل آخر مثال اللي هو 6. ممكن نبدا بس بخمسه، معلش هنحل 6 يا عشان. أحمد. طيب تمام. ماشي. حق. أي حد بقى تقدروا تحلوه عادي يبدأ فيه، ومثلا لو وصل الإجابة أو أي حاجة يقدر يريز هاند ويشارك يعني. يا شباب محدش رفع ايده يعني. اه تمام، معلش نسيت اكتب لكم المثال بالعربي. اه اه، ما ثانية واحدة يكتبوا تمام. بس كان فاضي. اهو ده المثال بالعربي يا شباب.
طب يا شباب، يا ريت كله يشارك. بنعتذر يا شباب، بس يعتبر السيشن معمولة ليكم كلكم، فالمفروض ان كلكم تشاركوا يعني. اتفضل يا سامسونج. يا ريت بس كل واحد يغير اسمه لاسمه الحقيقي يعني. لاسمه الحقيقي عشان نكون عارفين احنا بنتكلم مين بس. تمام ماشي. طيب الأول هنضرب السالب في القوس، هيكون 8 زائد 3 س. يعني طبعا هي ضربت السالب في السالب 8 فبقت 8، وضربت السالب في السالب 3 س فبقت 3 س. تمام كملي. هيساوي، هنضرب برضو السالب 2 في القوس، هيكون -1. -2 بقى زائد 2 س اه 2 س. زائد 6 س. تمام هنجمع السينات، هتكون 8 س اللي هو في الطرف اللي على الشمال الأول، تمام تكون -2 زائد 8 س، هيساوي 8 زائد 3 س. تمام هنودي -2 هناك بعكس الإشارة، هتكون 8 زائد 2، هيساوي زائد 2. تمام يساوي 8 س ناقص 3 س. 10 بتساوي 5 س. إذا السين بتساوي 10 على 5 بتساوي 2. تمام. هو السؤال كده اتجاوب صح. احنا بس عايز بس اوضح لكم حاجه، ان الامتحان بتاع القبول بيبقى كله ام سي كيو، يعني اسئله كلها اختياري. فانت مش هتحتاج تعمل كل الخطوات دي. احنا كمان شويه هنعرفكم زي طرق بالاله انها تسرع لكم الحل يعني. لان مشكله امتحان الرياضه بجد، المشكله دي من اكبر المشاكل يعني فيه، ان هو الوقت بتاعه ضيق جدا مقارنه بعدد الاسئله. ف... فهتحتاجوا تستخدموا الآلة في أغلب المسائل يعني. آه، بس يعني في فترة التحضير بالذات تحاول انك ما تضطرقش انك تستخدم الآلة كتير. ينفع تاخدوا الآلة معاكم، مع ده في امتحان الاي كيو، بس هما غالبا بيمشوها بتستخدموا كمان في امتحان الاي كيو عادي. ولانه بجد امتحان الماس هو يعتبر اكتر الامتحان هياخد وقت منك، وهو الاي كيو الاثنين. بقيه الامتحانات بالنسبه لي بتاخد وقت قوي. فحاولوا الاول انك تفهم كونسبتس ذات نفسه او الموضوع ذات نفسه، تفهمه كويس وتعرف تحل عليه اسئله معقده او نسبيا صعبه يعتبر اعلى من اختبار القبول. وبعدها بقى التعود شويه على استخدام الاله وبتاع عشان تقدر تسرع وقتك دنيتك شويه في الاختبار وكده. آه، أو في شويه. برضو بعض اللجان بيمنعوا الآلة حتى في امتحان الرياضة. هي مسموحة في الرياضة بس ممنوعة في الأي كيو. أغلب اللجان بتسمحها في الاتنين، لكن في بعض اللجان بيتشددوا شوية ويمنعوها في الاتنين. فيعني برضو لازم تكونوا عاملين حسابكم إنكم بتعرفوا تعملوا الكسور الكبيرة بدماغكم والحاجات دي. احنا هنا بس ممكن محتاجين نوضح بس كم مشكلة في كذا حد بيقع فيها. احنا لو عندنا مثلا هنا 2 في -2 في س زائد 4. ممكن في ناس تنسى وتضرب الاتنين في السين وفي الأربعة من غير السالب، وخاصة إن في بعض الأسئلة ممكن يبقى السالب ده اللي هو زي النقطة دي كده، اللي هو علامة بداية سطر جديد. لازم تاخدوا بالكم من الحوار ده. إن السالب إن هو سالب يعني، فبالتالي تضربوا السالب 2 س في القوس. فساعتها هتبقى سالب 2 س، وفي الجنب التاني سالب 8. وبرضو ممكن برضو حاجة كذا حد بيغلط فيها. لو عندك انت هنا ما ينفعش تجمع السين زائد الأربعة وتقول الأربعة سين طبعا. في حد بعت على الشات بيقولها في محافظات معينة بتمنع هو مش ماشي محافظات، هي أصل هو بقاش الامتحان مش ماشي محافظات، هو الامتحان ماشي إدارات. هو على حسب. هي ملهاش قاعدة معينة، محافظة بتمنع ومحافظة ما بتمنعش، بس هو أنت وحظك حرفيا. حرفيا على حسب المراقب اللي عليك، فاهم؟ بس مش اكتر. المحاضرة إن شاء الله آه هتخلص قبل 6. وحاليا هتاخدوا بريك لصلاة العصر. 10 دقايق معاكم بريك وترجعوا. تقدروا انك تصلي او تعمل اي حاجه وترجع. ممكن تعيد سؤال 6 تاني بطريقتك. تمام، آه هشرحه لك بسرعة كده. تمام. سؤال 6.
هو دلوقتي كان بيقول ان علامة الماينس او النيجاتيف بره، فكده سالب في بعدها قوس سالب 8 ناقص 3 س. فاول حاجة احنا هنخلص الجنب ده، فهنروح ضاربين السالب جوه، فده معناه ان هي عندنا هيكون 8 زائد 3 س هتساوي. هنروح بقى معلش بس ثانية ضاربين. يا عسكر، أو في حد ماشي. عامل رافع إيده فممكن يتكلم عادي. ماشي اتفضل. طب اللي رافع إيده طيب. طب تمام. نكمل. تمام. طب شرح السؤال. هو الفكرة إن إحنا عندنا هنا سالب بره القوس، فالسالب بنعامله كأنه رقم هي عادي جدا. كمل يا جودة سالب كمل. بنعامله كأنه رقم عادي جدا، اللي هو لو كان عندنا هنا كان السالب ده مثلا 2، فاحنا هنضرب الاتنين مرة في السالب 8 وهنضرب الاتنين مرة في السالب 3 س. احنا عندنا مكان الاتنين دي سالب، السالب ده اللي هو سالب واحد أصلا، اللي هو هشيلها وكأن السالب ده سالب واحد. فأنت هتضرب السالب أو سالب واحد في السالب 8، فساعتها هتبقى 8 لأن سالب في سالب بموجب. تضرب السالب سالب 3 س، فساعتها هتبقى زائد 3 س. ده كده الطرف الأول. نخش على الطرف التاني، عندنا سالب 2 س. سالب 2 في واحد هتبقى سالب 2، وسالب 2 في سالب س هتبقى سالب في سالب هيبقى بموجب، ومعانا الاتنين في السين فساعتها هتبقى 2 في س. اللي كان بيسأل على السؤال تمام لحد دلوقتي ولا وقعت مني في حاجة؟ يا ريت بس تفتحوا المايكات. تمام ماشي. ماشي تمام. زي ما قلنا يا شباب، على 50 دقيقة و55 دقيقة كده هنرجع نبدأ تاني. اللي استنى عاوز بس يا عسكر، يصلي. هكمل بس شرح، هكمل لهم بس شرح السؤال. ماشي كمل يا جود. فاحنا عندنا هنا في الطرف ده عندنا 2 س و6، وعندنا الرقم اللي هو سالب 2، وعندنا في الطرف التاني 8 و3 س. فاحنا اللي بنحاول نعمله ان احنا نجمع السينات كلها في طرف، او المجاهيل كلها في طرف، سواء كانت س او ص او اي رقم مجهول، ونجمع الارقام اللي معانا كلها في الطرف التاني. فاحنا معانا 8 زائد 3 س زي ما هي، سالب 2 زائد 2 س زائد 6 هتبقى سالب 2 زائد 2 س زائد 6 س هتبقى 8 س، وتساوي هنا 2 زائد 3 س. زي ما قلنا هنجمع السينات في طرف. هنعدي السالب 8 بعكس الإشارة، هتبقى سالب 5 س، ونعدي التمانية بعكس الإشارة في الجنب التاني برضو، هتبقى سالب 2 ناقص 8، ساعتها هتبقى سالب 10. يبقى كده سالب 5 س تساوي سالب 10، وس هنقسم في الطرفين على السالب 5، هنا على سالب 5 وهنا على سالب 5، ساعتها س هتساوي 2، ودي هتبقى الإجابة الصح يعني. ماشي شوية اللي تقدر كان بيسأل على تطلع. السؤال تمام ولا؟ اه تمام، تقدروا تاخدوا البريك دلوقتي من دلوقتي. احنا معانا لحد مثلا لحد الساعة 54 دقيقة بريك. أو 55 عادي يعني، لو حد ينزل سريع كده عادي. تمام. ايه هي المعادلات الخطية وأنا فهمنا ايه هي المعادلات الخطية وكده. محمود جودة دلوقتي هيعرض لكم يعتبر ويب سايت هو من أهم الويب سايتات اللي انتوا هتستفادوا بيها في الرياضة عموما. الويب سايت بجد ده هو كنز. فإذا كانت استفادة كبيرة من السيشن، فالاستفادة العظمى هترجع إنكوا عرفتوا الويب سايت ده. الويب سايت ده هو عبارة عن بجد الويب ديزموس. سايت ده يعني من أكتر الميزات اللي استفدتها من السن إن أنا عرفت الويب سايت ده بصراحة يعني. الويب سايت ده اسمه ديزموس، لو حد عايز يخش عليه هبعت لكم اللينك بتاعه على التليجرام، واسمه dismos.com/calculator. هو مشكلته بس ان هو الناس اللي بياخدوا رياضه او عربي، ان هو ما ينفعش تكتب عليه سين وصاد او تكتب عليه بالعربي، لازم تكتب عليه بالانجلش، اللي هو تكتب تو مثلا اكس وكده.
فكرة الويب آه سايت إن أنت بتكتب معادلة أو دالة معينة اللي أنت خدتهم وهو بيرسمها لك. اتفضل يا عسكر. يا شباب، زي ما محمود قال، هو حرفيا هو بيرسم الدالة اللي انت بتكتبها هنا. الكتابة عليه ممكن تكون غريبة بالنسبة لنا كعربي شوية، يعني مش متعودين زي ما محمود قال على كتابة اكس وكده، وحتى على حوار ان احنا نعمل ازاي جذر عليه، او ان احنا نعمل ازاي باور اللي هو اس والحاجات دي. بس ده عادي يعني انت لو سرشت على جوجل كتبت ازاي اعمل كذا على ديزموس، او حتى بعت لنا على جروبات الواتس، احنا هنكتب لك انك ازاي تكتب الفانكشن توصل اللي انت عاوزه. ده مش بس بنقدر نستخدمه لكده، نقدر نرسم عليه اي دالة تيجي في بالك. يعني ممكن يرسم مثلا، ارسم كده يا محمود مثلا اكس باور 2 او اكس باور 3 او اكس ماينس 2، اي حاجة. دي كده اللي دي هي إكس باور 2، اللي هي الدالة التربيعية اللي خدتوها تقريبا في تالتة إعدادي، اللي هي بتبقى شكلها عامل زي حرف اليو دي. هي مش موضوعنا دلوقتي يعني، بس هو الفكرة بس يعني إن إحنا بنوريكم إزاي مجرد بتكتبوا عليها. في برضه يعني في ناس وصلت لدرجة من ان هي قد ايه بتحب البرنامج ده وهي كويسة فيه. في ناس بتعمل رسومات بديزموس ده، وبجد بيكون شكلها لطيف قوي. من كتر التعمق يعني في الماس كده بتعرف ازاي تعمل اكتر من فانكشن انك توصلها لاي شكل انت حابه وكده. الحوار ده مش موضوعنا، بس احنا مجرد بنعرفكم الويب سايت ده. هو بجد يعني حتى لو ما كنتش في ستيم، هو بجد مفيد قوي في ثانوي، لانك وقتها ممكن مثلا لو انت مسموح لك او بتحل مثلا واجب او اي شيء، مسموح لك انك مش قادر تتخيل الفانكشن هتكون ازاي، او الداله دي هتكون ازاي، او المعادله دي هتكون ازاي. فانت تقدر تحطها على ديسموس، وقتها هتشوف شكلها وهتفهم بقى الدنيا ماشيه ازاي لو انت مش عارف تتصورها كتكست وكده. ف إحنا ممكن نبدأ ناخد كام مثال بس عليه. إحنا مثلا إحنا لسه واخدين حاليا الدالة الخط أو المعادلة الخطية، معلش. المعادلة الخطية اللي هي كانت بتبقى ألف س زائد باء ايكوال جيم أو تساوي جيم. فساعتها ممكن نكتبها هنا 2x بلس 2 مثلا. سيبنا من دلوقتي من اللي هو تساوي جيم، هكلمكم فيها بعدين. بس هو هنا لو لاحظنا ان احنا مثلا الرسمه، المعادله اللي انا كتبتها دي، ده الجراف بتاعها او الرسمه بتاعتها. هتلاقي ان احنا كاتبين هنا زائد 2، وده اللي احنا يعني ارجع بقى للحوار اللي انا كنت قايله، ان الباء ده اللي هو زي تشفيت الداله او المعادله او الرسمه بتاعت المعادله، الخط بتاع المعادله بتشفته 2 لفوق يعني. المفروض دي، ممكن انا اجيب لكم القلم. الصيغة اللي احنا كنا واخدينها كانت ألف س زائد باء. الاتنين دي هي الباء. أنا كنت قايل لكم إن الباء ده اللي هو زي تشتيت المعادلة لفوق أو لتحت. ففكرتها إن احنا دلوقتي أنا كاتب في الحتة اللي هو المفروض نكتب فيها، أنا كاتب 2 إكس زائد 2. الاتنين دي هو شفت، لو لاحظنا هتلاقي المعادلة، المفروض المعادلة أصلا أصلها أنا بتمر من نقطة الأصل اللي هي 0 0 أو 0 0. فهتلاقي ان الداله المفروض الداله الصح بتاعها لو هي ما فيهاش الباء او ما فيهاش الاثنين هتمشي كده. بس لو لاحظنا هنلاقيها اتشفتت اتنين لفوق مثلا. نقطة بس عاوز أوضحها يا شباب. الزيادة دي بتكون بالنسبة للمحور الواي، اللي هو المحور الصادي، ما بتكونش بالنسبة للمحور السيني. لو احنا عاوزين نغير في النقطة بالنسبة للمحور السيني، احنا هنغير في القيمة اللي قصاد الإكس. فاحنا مثلا لو عملنا قوس مثلا في جواه 2 ماينس واي، والقوس ده بره الاكس بلس مثلا 3، فهو ده اللي هيقدر يغير النقطة اللي هيمر بيها الاكس. بس ده غالبا انت مش هتمر بيه نهائي، لان نسبته قليلة قوي انك تتعامل مع معامل الاكس يعني. بس دي نقطة كويسة انك تكون عارفها. ديسموس بجد يعني، خش جرب جرب اي شيء. الحوار ده هيفيدك قوي في انك تفهم يعني ايه معادلات، ويعني ايه دوال والجو ده كله. هو بجد زي ما قلت لكم ان هو كده كده هيفيدكم سواء دخلتوا ستيم او لا يعني. اللي كنا بنتكلم فيه ان الباء قلنا انها زي تشفيت للخط لفوق او لتحت. فاحنا عندنا اللي هو المعادله العاديه هتبقى 2 اكس، هتبقى ماشيه من نقطه الاصل، اللي هو المعادله ماشيه، الخط ماشي من نقطه الاصل
لو جينا زودنا واحد هتلاقيه ان هو الخط هو بالظبط، بس اتشفت درجة لفوق، اتشفت للواحد، لان احنا زودنا الواحد. الباقي ده اللي هو زي تشفيت لفوق. لو جينا غيرنا الواحد ده لاتنين هيتشفت درجة تانية، لتلاتة هيتشفت درجة تالتة، لأربعة هيتشفت درجة رابعة، وهكذا. الاتنين بقى اللي هي اللي جنب الاكس، اللي هي ثانية كده، هي دي اللي هي بتدل على الميل. يعني احنا لو جينا حاولنا نغير في الاتنين دي، لو جينا خليناها مثلا ثلاثة، هنلاقي إن ممكن بس نرجعها دي نشيل دي عشان تبقى أوضح لنا. هنلاقي إن المعادلة زي وسعت شوية، فتحت لفوق شوية. كل ما تكبر الرقم هتفتح أكتر، تفتح أكتر. كل ما تغير اللي هو الرقم اللي جنب الإكس اللي عامل عليه دايرة ده هتفتح أكتر. هتقلله هتلاقيها بتبدأ تقفل، وهكذا. ولو خليته سالب هيعمل زي انعكاس للدالة أو انعكاس للخط. الكلام ده طبعا انا مجرد بس بوريه لكم لغرض المعرفه، لان هو من اكتر الحاجات اللي استفدتها يعني من المنتور شيب السنه اللي فاتت. آه، فيعني ممكن تخشوا بس تجربوا بعد السيشن، يعني تلعبوا فيه. هو مش حاجة جدية خالص. ممكن تخشوا تلعبوا فيه، تجربوا معادلات، تجربوا تحطوا سين وصاد، طبعا تحطها كإكس وواي، تجربوا تحطوا كذا متغير وكده. وتشوفوا الشكل هيطلع لكم ازاي. فالحوار ده برضو هيفيدكم في الرياضة بشكل عام، انكم تعرفوا ازاي انكم مع الوقت هتتعودوا، هتبقوا عارفين الشكل اللي قدامكم او المعادله اللي قدامكم دي، هتبقوا عارفين هتمثلوها ازاي في دماغكم اصلا. نرجع بقى للكونتنت السيشن بتاعنا. ولو حد عنده مشكله في ديزموس بس ممكن نديله دقيقتين لو حد عنده سؤال. لو حد عنده سؤال يفتح المايك او يريز هاند. شباب، اظن برضو من الاكزامبلز اللي كان محمود قالها ان هو حطينا قصادكم معادله خطيه عادي، وشفت شكل المعادله الخطيه بيكون ازاي. ف ف اسمه ايه، فعشان بس تتعودوا على شكل الدالة وكده، لانك لو بعد قدام ان شاء الله لما تاخدوا المعادلات اللي هي الدرجات بتاعها اعلى وكده، او مش المعادلات الخطية، هتلاقوا ان في اختلاف كبير قوي في الشكل وكده. ف... فبنقدر نميز الشكل ده. حاجة من الحاجات اللي تساعدنا يعني اللي هو تسموس. في الامتحان كام حد بيسأل سؤال؟ على الشات الامتحان كام سؤال؟ الامتحان 20 سؤال في 40 قصدك دقيقة، على يعني كل سؤال. هو تقريبا قصده على امتحان القبول الماس اه او الجو. من هو 20. 35 ل 45 على حسب السنة. يعني من ده الوقت. انما هو 20 سؤال، في ومن 40 دقيقة 35 ل على حسب السنة 45 اللي دقيقة على حسب فاتت. السنة. اه بس هو في الغالب اه يعني هيجي لكم 40 دقيقة زي السنة اللي فاتت واللي قبلها. لا مش كل الامتحانات، الماس او الرياضة والعلوم 20 سؤال 40 دقيقة. الانجليش 35 سؤال 40 دقيقة تقريبا. والاي كيو 45 سؤال في 40 دقيقة برضه. برضه هنزل لكم الارقام دي مظبوطة على التليجرام وعلى الواتس، عشان لو كان في حاجة اتعدلت يعني على السنة دي. عامة يعني الوقت ما بيكونش أصعب شيء في الامتحانات، لو أنت اتعودت إنك تحل، وتعتمد إنك تحل بسرعة، وتفهم إزاي تستغل أصعب وقت، أبسط وقت أو أقل وقت في إنك تحل يعني. تمام. ننقل دلوقتي إن إحنا نكمل كونت سيشن. هو الفايل ظاهر في الشير سكرين صح؟ أنت عامل ديزموس. تمام. ماشي. يا ريت بس اللي عنده سؤال يقول لنا على طول يعني، عشان ما يتوهش مننا، سواء على ديزموس او على الجزء اللي قبل البريك او على الجزء اللي هيجي يعني. الامتحان كام سؤال؟ على حسب المادة. الاي كيو 35، الرياضة 20، الساينس او العلوم 20، والانجليش مش فاكر العدد قوي، بس هو 35 25 35 35 35. برضه. بجد يعني الانجليش بيجي من اسهل الامتحانات يعني، عن تجربة السنة اللي فاتت. هو امتحان بجد يتقفل وتجميع درجات. الرياضة هي اللي ممكن تيجي بيبقى فيها أسئلة صعبة شوية. اه كله اختياري. تمام. هو دلوقتي في حد بعت لي نقطة على الشات، ينفع بس تكتب لي هو قصدك ايه بالظبط، او لو عايز تفتحي المايك براحتك. محمود انزل.
ثانية بس. احنا كله ام سي كيو. احنا دلوقتي قلنا لكم يعتبر الملاحظات اللي ممكن تاخدوا بالكم منها، وده ان شاء الله وانتوا بتفتحوا الفايل يبقوا خدوا بالكم منها. ده تدريبات عليها تقدروا تحلوها. التدريبات ممكن يكون شكلها غريب او شكلها صعب شوية، بس زي ما قلنا لكم احنا بندربكم ان انكم بجد تعلموا الموضوع ده كعلم، مش انك بتجهزوا بس لاختيارات القبول. الأسئلة دي هتكون تقدروا تحلوا السؤال الأول كده. معلش السؤال بس، ده نحل التاني عشان التاني أصعب شوية، ماشي. معقد أكتر. فينفع بس حد يرفع إيده أيا كان هيعرف يحل أو مش هيعرف يحل، أنا همشي معاه خطوة و... بخطوة بس. واحنا هنساعده كده كده عادي. يعني لو حد في حاجة وقع منه ممكن يرفع إيده وأنا هحل معاه يعني عادي. اه ام سي كيو عربي يعني اختيارات بالعربي، يعني هو الامتحان بيجي لك باللغة اللي انت بتختارها. عندك العربي والرياضة، قصدي الرياضة والعلوم والاي كيو كده كده. لو انت عربي يعني تقدر تختارهم عربي. الانجليش هو طبيعي ان هو يكون كده كده انجليش يعني. 6 س ناقص 10 ناقص 4 تساوي س زائد 12. قصدك على السؤال ده؟ ثانية بس عشان أتأكد سامعكي. السؤال ده صح؟ ده اللي قصدك عليه ولا إيه بالظبط؟ ليه ما جمعناش ال10 وال4 وخلينا من سالب 14؟ فين ال10 بالظبط؟ ممكن أحلهم تاني، ولو عندك حاجة وقفت معاكي قوليها لي، عشان مش فاهم بصراحة السؤال بالظبط، أو لو عايز تفتح المايك وتوضحه لي تمام. هو حضرتك بتقولي ليه ما جمعناش ال10 وال4؟ فأنا مش فاهم فين ال10 وال4 أصلا. فيا ريت يعني لو تعرف تفتح المايك يبقى أحسن. بس أنا على العموم يعني هحل معاك السؤال تاني. ليه ما جمعناش العشرة والأربعة لو هي قصدها كده يعني؟ اه، لا، لأن أنت عندك أما تضرب الاتنين في القوس ده، أنت إشارة هتطلع لك ستة. ستة س ناقص العشرة ناقص الأربعة، فهي إشارة دي وإشارة دي يعتبروا نفس الإشارة. فأنت هتحط الإشارة اللي هي موجودة عندك بالنسبة لك اللي هي الناقص أو السالب، وهتروح جامع الأربعة زائد العشرة هيديك 14، لأنك ده المفروض اللي أنت بتعمله، يعني كأنك بتطرح قيمتين من بعض. ف... فاحنا يعتبر هو طرحناهم ممكن من بعض بس عشان يطلع لك القيمة دي. أوضح لها برضو الحتة دي تاني. احنا هنا الاتنين هنوزعها على ال3 س وعلى -5، فالاتنين هتبقى 6، فهتبقى 6 س ناقص 10. وعندنا هنا -4 تساوي 12 زائد س. مش هبص الجزء ده. تمام. هنعدي هنا السين اللي معانا دي هنعديها بعكس الإشارة في الجنب التاني، فهتبقى 5 س وناقص 14. لأن -10 ناقص 4 هتبقى 14 فعلا، هي هتبقى -14 عادي. و12 لأن احنا عندنا السين دي بعكس الإشارة هناك. وهنعدي -14 تاني هنعديها بعكس الإشارة، فهتبقى 5 س تساوي 12 زائد 14 هتبقى 26. س هتساوي 26 على الخمسة، فدي هتبقى الإجابة. ده اللي هو السؤال رقم 4. وانا عشان كده سألت، لان لما عملتوها كانت طالعة اجابة تانية. هو تقريبا كان احنا كنا شغالين أصلا تقريبا كنا شغالين في السؤال 6 أو في لا، السؤال هو التاني. وقت السؤال دوت طلعت اجابة تانية. طب آه، على العموم يعني اللي كان موجود ساعتها، فدي المفروض الإجابة الصح ودي الخطوات الصح. ممكن يكون تمام. سهو مني. تمام. الأسئلة اللي هتحلوها لوحدكم إن شاء الله يعني هنعدلها أو هنحاول نظبطها بحيث إن هو يكون شكلها كويس إنكم تقدروا تحلوها. عادي يعني ما تخافوش.
هنخش بقى على ليفل أصعب شوية. السؤال ده يا ريت بس حد يفتح معانا المايك وهنبقى ماشيين معاه عادي. ممكن مثلا نقسمها ان حد ياخد الجزء اللي على اليمين والتاني ياخد الجزء اللي على الشمال ويكملوا اه كده تمام برضو تمام. عشان السؤال ما يكونش طويل على واحد بس. فاللي عايزين واحد يرفع ايده هياخد الجزء ده، واحد تاني يقدر هياخد. يخلصه. اللي احنا بس فكرة السؤال. اه ماشي هكتبه بالعربي دلوقتي. فكرة السؤال ان احنا هنحاول نبسط نفك الاقواس ونفك اللي هي العوامل المشتركة اللي هي بره القوس دي، ونفك الاسم ونفك كل حاجة بحيث ان احنا نطلع بقيمة سين يعني. معلش بس ثانية هكتب السؤال، هكتب السؤال بالعربي. ممكن ناخد ده هنا اهو. لو حد حابب يسأل في أي حاجة شباب على ما هو يكتب السؤال لأن السؤال طويل شوية، فعادي تقدروا تسألوا في أي حاجة أنتوا حابينها يعني. سواء على اختبار القبول او على باقي المواد حتى، يعني احنا دخلنا اختبار القبول دخلنا باقي المواد برضه. يعني لو حد عنده سؤال اه، في اي حته عادي. حبيت تعرفوا أي شيء عن ستيم منتورشيب، عن أي شيء حرفيا، احنا هنا عشان نساعدكم بس مش أكتر. وهنا بس ده الجزء التاني اللي هو ده، بس هكتبه تحته عشان ما فيش مكان يعني. ماشي، لو حد حابب يدي الجزء الأول على ما هو يخلص الجزء التاني، لو حد جاهز يعني. معلش بس عشان هم عايزين نشوف السؤال كامل عشان يبقى أوضح. ماشي ماشي. ده كده الجزء الأول. ممكن نبدأ نبسطه هيبقى أسهل لنا، بعدها نخش على الجزء التاني. ينفع حد يرفع ايده؟ تمام اتفضل افتح المايك. آه، هنبدأ. هي أنان هي اللي بعت الأول، أنان تقدر تتفضل أو مثلا ممكن تخش الجزء التاني عادي. ايوه اتفضل. تمام. هو احنا ممكن نضرب التلاتة في القوس اللي جنبها، فتبقى 3 س ناقص 12. في اتنين بره بس خليها دلوقتي. ايوه نضرب 3 س ناقص. ناقص 12 تمام. ناقص 4 س عشان انا اضرب -2 في القوس اللي جنبها. تمام. ناقص زائد 10 تمام. على ال5. نقفل بس القوس تمام. على الخمسة. بعدها نعمل الجنب التاني، هيبقى فيه 3 لا بره. احنا نفك الأول الاتنين اللي هي بره كل جزء القوس دي. لوحده. اه نفك الأول تمام. الاتنين اللي بره القوس وبعدها نخش على الجزء اللي بعده. اه هنضرب ينفع نختصر قبل ما نضرب الاتنين جوه اه القوس؟ اه ايوه، اه بالظبط دي بالظبط. نقطة زي ما قلنا انا لكم، ما خدوا خدتش بالكم بالي من منها. النقطة دي. حاولوا تبسطوا على قد ما تقدروا السؤال لأكبر قدر ممكن. ده هيساعدكم كتير قوي في انكم تقللوا الوقت اللي هتحلوا فيه الأسئلة، وانكم ازاي تعرفوا تتعاملوا مع المعادلة او الدوال بشكل عام يعني قدام. تمام. اتفضلي كمل. هنقول 3 س ناقص ال4 س يبقى -س تمام. ناقص ال2 على ال5 وفي بره 2. ناقص الاتنين. أيوة على ال5. تمام. بعدها نضرب الاتنين في القوس يبقى -2 س زائد ال4 على ال5. سالب اتنين س زائد. مش هتبقى سالب أربعة زائد أربعة، هتبقى ناقص أربعة بقى. اه ناقص 4، تمام معلش. ناقص أربعة على خمسة. ده كده. كده الكلام خلص. ده اللي هو الجزء ده. أيوة. بس نعمل عليه علامة محمر.
طيب ماشي، مين مستعد يحلل الجزء التاني؟ الجزء ده ماشي، اتفضل يا رباب. اللي هو الهايلايت نفس اللون، يبقى نفس الجزء. نخش على الجزء التاني. هنبدأ نضرب الأربعة في القوس اللي جنبها تبقى 4 س زائد 4، والتلاتة هنسيبها برا زي ما هي، نبدأ في جوه القوس. 3. تمام. 4 تبقى 4 س زائد أربعة، 4. والسالب 5 هنضربها في القوس اللي جنبها تبقى -5 س ناقص زائد 10. تمام. يا ريت بس بركزوا في حوار السوالب ده عشان ممكن يبوظ المسألة كلها. بعدين نجمع السينات، السينات لوحدها والأرقام لوحدها تبقى نقسم سالب س الأول نقسم الأول على 10 عشان ما ننساش. على 10. تمام، كمل. نجمع السينات لوحدها تبقى -س، وزائد 4 وزائد 10 تبقى -س زائد 14. سالب س زائد 14 على 10. صح كده؟ تبقى أيوة صح، تبقى -3 س سالب 3 س زائد زائد 42 اللي هي 3 في 14 42 على. على 10. تمام. ده كده اللي هو الجزء الأصفر. صح كده؟ هو اه احنا صح. بقى معانا الجزء ده ناقص الجزء ده اللي هو البينك ناقص الأصفر. ممكن نيجي نعملهم هنا. اتفضل لنا بقى آخر جزء. أكمل نطرح. أنا ولا؟ ماشي ماشي، آه هنطرح البينك ناقص الأصفر. طيب سالب فاضل 2 جزء س تالت كمان يا اه، هو جولة. لسه في جزء تاني. أنا عارف بس هنخلص الجزء ده بس كله الأول. ماشي، كمل يا بابا. ما ممكن مثلا نخلي التالت يخلص كمان، وواحد رابع يخلص كله وباقي في حد يظبط تالت التلاتة رفع عشان إيده؟ الكل يشارك. لو في حد تالت ماشي. الشباب يا ريت بجد كلكم تشاركوا، لان الحوار ده هيفكوا قوي، وحوار انك تكسر انك ما تتحركش او تتكلم قصاد حد انت ما تعرفوش، ده حوار كويس قوي عموما. كده كده حتى لو غلطت، احنا اخواتك الكبار واللي معاك هنا هم عبارة عن برضه اخواتك بيمروا بنفس التجربة دي، فما فيش اي شيء، ومحدش هيتريق عليك ومحدش يعرفك اصلا عشان يتريق عليك، فاللي عنده او يقدر يشارك يقدر يتفضل معانا عادي. زائد بس عشان تبقوا عارفين، في ستيم أول يوم حرفيا ليكوا هناك هيطلبوا منكم تعملوا برزنتيشن وتدخلوا تشرحوا. هتشرحوا شخصيا زينا كده هناك في المدرسة. فيعني لازم حرفيا. تبدأوا تتعودوا على الحوار ده برضه لو ناويين تدخلوا المدرسة. كمان مش هتشرحه بس، انت هتشرحه انجليش كمان، فالحوار هيكون غريب عليك قوي. يعني انت كمان مش هتشرح، لا انت بتشرح انجليش في موضوع انت اول مره تشوفه، ممكن اول مره تشوفه في حياتك. ف يا ريت يعني تتعودوا انكم ازاي تقدروا تتكلموا قصاد ناس ما تعرفهاش وكده. يا ريت بقى حد يريز هاند. لو حد مش عارف هو بيريز هاند ازاي، في يفتح المايك زرار على طول يعني. يفتح المايك على طول، او في رياكت موجود زرار. في حد اللي هو سامسونج اس ام اي 14 تمام. اف. مم. تمام. ماشي، اتفضلي. ممكن تجيبوا على السؤال تاني عشان أعرف إيه الخطوة دلوقتي؟ احنا دلوقتي المطلوب مننا ان احنا الجزء البينك ده مم. هنطرح منه الجزء الاصفر، يعني ده كده ناقص ده. تمام. تمام. ممكن بس اجمعه لك كده. هو الجزء ده المطلوب مننا نعمله. تمام. ممكن نجيب صح. يلا اتفضل.
ينفع نوحد المقام على 10 في الكسر الأول، فنضرب فوق في 2 وتحت في 2. تمام. آه فال... كملي. هنضرب فوق في 2 هيكون -4 س -4 س. ناقص تمام. 8 تحت على 10. مم. تمام. ناقص بقى الكسر اللي فوق نكتبه زي ما هو، -3 س زائد 42 على 10. خلي بالكوا في سالب هنا عشان محدش ينساه. تمام، اتفضلي كملي. هيساوي بقى، هنعمل شرطة كسر تحت فيه 10 عشان هي اتوحدت خلاص. تمام كده. أو احنا كان ممكن نضرب السالب في السالب يدينا موجب، اللي هي -3 في السالب اللي قدامها، ونخليها جمع. اه بالظبط. بس وقتها كان لازم كمان تضرب في الزائد 42 اللي وراها. طب تضرب في كله، مش ما هو بتضرب السالب هيتضرب في بس. كله صحيح. اه. ايوه، ماشي كملي. تمام. هو احنا حاليا بس عشان تبقي فاهمة، احنا دلوقتي عندنا عندنا هيبقى فيه قوس كده، اللي هو فيه القيمة دي، ناقص قوس تاني فيه القيمة دي كخطوة تمام عشان ماشي. نمشي بس واحدة واحدة، عشان لو في حد مش فاهم أوي. خلاص تمام، خلينا نكتبها. قوس -4 س ناقص 8 ناقص القوس -3 س زائد 42. تمام. هنعمل بقى تاني شرطة كسر 10. هنفك بقى الأقواس تبقى -4 س ناقص 8. -4 س ناقص 8. والسالب بقى هيتضرب في القوس اللي جوه، -3 س زائد 3 س ناقص 42. ناقص 42. هيساوي تمام كده. تاني شرطة كسر 10. تمام. هنجمع السينات، -4 س موجب 3 س يبقى -س، -س -8 ناقص 42 هيبقى -50. -50. بس كده، ده كده الجزء الأول خلص. ممكن ناخد السالب عامل مشترك، بس يعني خليه دلوقتي. تمام. 40. الرقم اللي طلعناه اللي هو -س ناقص 50 على 10، ده كله اللي هو بالظبط كده، اللي هو الجزء ده. بعد ما جبنا الجزء الشمال اللي هو ده، وطرحنا من ده، وخلصنا كل حاجة، مم. ده كده الجزء اللي على الشمال. ممكن نخش على الجزء اللي على اليمين. في غلطة بسيطة. في غلطة بسيطة يا أستاذ محمود. انت انت اطلع فوق كده تمام. المسألة. احنا آه، طرحنا الجزء ده اللي هو الطرف اليمين على ما أظن، ناقص جزء من الطرف الشمال. هو ده يعتبر من الحاجات اللي احنا كنا قلنا لكم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتحلوا، ان انتوا حاولوا تظبطوا نفسكم عشان ما تطوش في نقطة زي دي. اللي حتى احنا احنا اللي احنا اقول. طرحناه بالظبط، اللي هو الجزء ده، اللي هو ده كده، ناقص ايوه. الجزء ده، اللي هو ده. هو لا عموما، المفروض الجزء الاول اللي هو الناحية دي. لا انا غلط اصلا يا شباب. خلاص محمود صح، انا اسف. نخش بقى على الجزء اللي على اليمين اللي هو ده كده. ممكن ناخد سكرين شوت، ننزل بيه تحت. احنا خلاص ده كده الجزء اللي على اليمين. طيب هنا ده كده المفروض الجزء اللي على اليمين. خلاص جبنا اللي على الشمال، نجيب اللي على اليمين. ينفع حد يريز هاند عشان يخش بيه؟ ايه الوضع يا شباب؟ حتى لو حد جاوب قبل كده عادي، يعني يريز هاند برضه عادي.
ممكن بالعربي. تمام، كويس إنك فكرتيني. 7. وإن شاء الله يعني مشكلة العربي والإنجليش دي هنحلها في السنوات الجاية. هي بس الفكرة عشان اللي إحنا البرنامج اللي بنكتب عليه هو مفهوش عربي، فيعني هنحاول نشوف برنامج تاني، بس يعني قدرنا نتصرف. ناقص 5. كان مظبوط ولا؟ تمام. 5. تمام، هو ده كده بالعربي. تمام. تقدر تتفضل يا أحمد يا فوزي وتخش تحلل الجنب ده يعني. احنا هنا ممكن عشان يبقى الموضوع اسرع معانا، احنا بدل ما احنا نشتغل على احنا فوق اشتغلنا جنب وجنب، هنا ممكن بدل ما نشتغل جنب وجنب، لو هنشتغل جنب الاول وبعدين نخش في الجنب التاني، احنا ممكن نشتغل في الجنبين مع بعض. بمعنى، هنوضح بس الحتة دي. هنوحد المقامات في الجنبين، يعني هنضرب هنا في 2، فبالتالي المقام بتاع ده هيبقى 8. ده كده المقام بتاعه هيبقى 8. فبالتالي هنعرف يعني ناخد خط كده كبير ونحط 8، وناخد الجزء اللي فوق ده ونحطه هنا، ونشتغل على الجزء اللي فوق بس. فالطريقة دي بس هتبقى أسرع معانا. بس شرط انك طالما انت ضربت تحت في 8 فانت تضرب فوق بالظبط، كمان اه. في تضرب فوق كمان في 2 يعني عشان توصل كده اضرب كده. تحت في 2 وفوق في 2. اتفضل يا أحمد فوزي. افتح المايك وانا بعت لك اسك تو اميوت، فلو فتحته اه، فتح خش فتح. يعني. اتفتح ولا؟ اه، انت كده تمام تمام. فاتح. هو 7 ناقص 2 بتساوي 5. ال5 هتخش تتضرب في القوس كله، هتبقى 5 س ناقص لا 30 لا، في على حاجة أنت ما 4. خدتش بالك منها. فعلا أنت ما خدتش بالك منها. ايه؟ احنا بنضرب الرقم اللي جنب القوس اللي هو الاتنين، اه، صح احنا صح بنضربه في القوس صح صح. الأول. ما ينفعش نطرح. تبقى 2 س ناقص 12 على 4. يعني قصدك الجزء ده والسبع كده. سالب. لا، هي -2 س. هي -2 هتبقى -2 س بالظبط. زائد 12 على 4. ماشي، ما تنسوش السوالب بس يا شباب. هتبقى 7 ناقص والسبعة بره. 2 س، وسالب 2 في سالب 6 هتبقى كام؟ موجب سالب 12. موجب ما هو 12. سالب في تمام سالب بموجب تمام تمام. على 4. على 4، ده كده الجنب ده. تمام. ناقص ال5 هتخش الجنب التاني، هتبقى 5 س ناقص 15. ناقص -2 هتخش في القوس، هتبقى -6 زائد 8. سالب 6 س. -6 س زائد 8. تمام، تحت عندنا 8. على 8 بقى. تمام. هنجمع القوس التاني، هتبقى 5 س ناقص 6 س، هيبقى -س. وسالب 15 زائد 8 هيبقى -7 ماشي، على مفيش. 8. هتبقى 5 س ناقص ناقص 6 س بقى. هتبقى كام؟ سالب س. وسالب اه، 15 -7 زائد 8 هتبقى ناقص. بتساوي -7 -7. تمام تمام. على التمانية. والجنب اليمين. القوس القوس التاني تبقى -2 س زائد 12. هنجمع ال7 وال12 هيدينا 5. يبقى -2 س لا، زائد هي دي مش 5 سالب على. 7، هي 7. هي لا، 7 7 يبقى -2 س زائد 19 على 4. 19 على 4. احنا كده وصلنا يعتبر لأبسط صورة ممكنة في الجنبين. نوحد يعني المقامات. بالظبط كده. اللي هنضرب فوق في بسط المقام في 2. وسط هيبقى المقام. -4 س تمام. زائد 38 على تمام. 8. ناقص س ناقص هتبقى موجب س موجب 7 على 8. ما قصدك احنا انك انا ضربت هتضرب السالب السالب. في تمام. ايوه. هتبقى يعني كده مع -4 هتبقى س زائد 7 على 8.
س زائد 7 على 8 بعدها. هنحط المقام تحت بقى إشارة كسر المقام 8. نكتب تمام. الكسر البسطين. هتبقى قوس سالب 4 س زائد 38 هو بص، انت مش زائد. محتاج مش محتاج تعمل قواس. ليه؟ لان انت ما أجمع عندكش أجمع سالب. عادي. اه، اجمع على طول أجمع لان ما على عندكش طول. سالب. يبقى كده سالب معلش 3 بس س. دي عشان في حد بيسأل على الشات. ينفع بس يا رباب تفتح المايك تقولي سؤالك عشان ابقى معاكي؟ بتقول اللي هي 7 ناقص 2 اللي فوق دي. قولي تاني معلش. فوق خالص أول السؤال 7 ناقص 2 س. 7 ناقص 2 القوس س ناقص 6. شوف. ليه ما ينفعش ان احنا نطرح السبعة الاول 7 ناقص 2 وبعدين نضربها في القوس؟ لأن لان السبعة اه ملهاش سين. لان اصلا هو اصل القوس ده هو -2 في القوس، وهنجمع على -2 دي بعد ما نخلص ضرب القوس ده كله 7. هو هنا مش في المسألة، هو ممكن يكون مش موضحة شوية، بس دي نقطة انت تكون لازم تاخد بالك منها. هو مش دايما هيحط لك الأقواس ويوضح لك المفروض انت تضرب ايه في بعضه وكده. فانت لازم تبقى مركز قوي وتشوف القوس بدايته فين ونهايته فين، وتعرف انت هتضرب فيه ايه. عايز بس اوضح حاجة بعد كلام عسكر. احنا عندنا لما يبقى 3 زائد 2 س زائد 2 ده كده مثال. احنا مش ما بنجمعش الجزء ده الاول، احنا بنضرب الاول لان الضرب ليه اولويه في ترتيب العمليات الحسابيه. الضرب ليه الاولويه عن هو ترتيب اس بعد اس، بعدها القوس، بعدها الضرب، بعدها بعدها الجمع، بعدها الطرح، تقريبا حاجه زي كده. بس هو على العموم يعني الضرب ليه اولويه على الجمع. فاحنا هنضرب الاثنين الاول، هنوزع الاثنين الاول كده، والتلاته دي بره خالص، بره عنهم. يعني مثلا ممكن تقول انها كانها كده مثلا. بالظبط، هي كده بالظبط حرفيا. زائد 3 اللي هو انت هتضرب ده هنا كده وده كده وتضيف عليهم في الاخر 3. انت مجرد بس حركنا تمام. التلاتة دي، خلاص. حركناها هنا. تمام معايا كده؟ تمام. اه تمام. ارجع كمل يا احمد. هن- هنجمع بقى سالب 4 س زائد س هيبقى سالب 3 س. سالب 3 وموجب س. 38 زائد 7 هيبقى موجب 45. زائد ممكن 5. ناخد التلاتة عامل مشترك ويبقى سالب س زائد 15. تمام. يبقى بس تلاتة استنى بره كده. ايكوال. احنا مش محتاجين ناخد 3 عامل مشترك، لان احنا لو خدناها يعني احنا عادي دلوقتي اسيب الجزء. عادي. ليه؟ إن احنا عندنا المفروض في المسألة ده اللي انت ده اللي انت لسه جايبه يا احمد. ماشي. وده اه جبناه. ماشي. فانت لما تيجي تاخد عامل مم. مشترك انت هتضطر بعدها تفكه تاني عشان تعرف تطرح. فاحنا مش مستاهل اه ناخد عامل مشترك، لان كده كده في الاول وفي الاخر هنطرح. تمام. فاحنا عندنا الجزء ده كده، وعندنا الجزء الاخضر. فالمفروض لا، هو المفروض مش هنطرح. أنا كده اجيب السؤال. اه، المفروض الجزئين هنساويهم بقى بيساووا بعض تقريبا. بالظبط كده بالظبط. اللي هو حاصل ضرب الطرفين بتساوي حاصل ضرب الوسطين تقريبا، صح ولا؟ اللي هو مقص، ثانية هنعمل مقص ولا؟ ثانية بس هنجيبهم. اه بالظبط. هنضرب بقى سالب 3 س زائد 45 في 10. معلش بس ثانية. هنعمل مقص، لان احنا عندنا هنا ايوه. في كسرين بيساووا بعض، ده المفروض خدناه في التالتة اعدادي. ان احنا هنعمل اه. مقص وهنساويهم ببعض في الاخر. صح كده؟ اه. تمام. يبقى هيبقى سالب. هنحط العشرة، نعمل قوس مثلا ونحط العشرة قبلها ولا اضرب على طول؟ اضرب على طول. يعني انت حاول تختصر على نفسك عشان تقلل الوقت، لان امتحان الرياضه ماشي. الوقت فيه ضيق جدا جدا. هو اصعب حاجه مش الاسئله، اصعب حاجه في امتحان الرياضه بالذات هو الوقت. ماشي يبقى سالب 30 س زائد 450 تمام. بتساوي سالب 8 س 8 س ناقص 400. 400. هنجمع طيب. بقى هنودي سالب 8 س هناك. هتبقى سالب 22 س. هتبقى هتساوي 850.
هنودي هو السالب هنا 400 الناحية معلش التانية بعد بس الإشارة. اوضح لهم بس. اللي عملناه هنا ان احنا عندنا سالب 8 س، عديناها هنا الجنب ده بعكس الاشاره اللي هو هتبقى زائد 8 س. وعدينا ال 450 بعكس الاشاره هنا، فهتبقى ناقص 450. تمام، كمل يا احمد. هتبقى هنقسم بقى على سالب 22، هتبقى تقريبا. هن- بس خلاص، احنا مش محتاجين نبسطها، المثال بس للتوضيح، وان احنا نبين لكم بس ازاي هنبسط الخطوات. هو الفكره ان احنا هنا السين معانا، السين هنا مضروبه في رقم، هنقسم الطرفين على الرقم ده عشان نجيب قيمه السين لوحدها. يعني كده هتبقى س، هنقسم هنا على سالب 22 وهنا على سالب 22. 3 س. مش احنا ودينا 950. السالب 950. سالب 950 يا محمود. 850. اه سوري دور 850. 800. اه معلش، سالب 850. هنقسم في الطرفين. كمل يا احمد، كمل يا احمد. هتقسم بقى على هنقسم على سالب 22. واحد. آه سؤال، لا عادي، جيب حرفيا الخطوات، امشي بالخطوات اللي تريحك مش اكتر، فمفيش حاجة المفروض تجيبها الاول قبل التانية يعني عادي. استنى. مش مهم الإجابة قوي كإجابة يعني، بس المهم هو إنك الفكره وصلت بس إزاي ان وتعرف احنا، تحلها. اه بالظبط، ويعني في الاخر الناتج هيبقى، احنا عندنا هنا سالب على سالب، فالسالب هيطير مع السالب في القسمه وفي الضرب. اما تيجي تضرب سالب في سالب بيبقى بموجب، وما تيجي تقسم سالب على سالب هيبقى بموجب برضه. فالسالب هيطير مع السالب هتبقى في 38 و63 من 100. ماشي. مش زي ما قلت لك خليها مش على مهم الصوره دي ابسط عشان هتبقى ابسط آه واضح. ماشي. آه الاجابات دي مقرب. بتقرب، لا على اه حسب هو اه مطلوب منك قد على إيه. حسب الاجابات، يعني هتلاقي الحوار ده، اه يعني انت هتشوف الاجابه اللي طلعت لك على الاله، وهتشوف الاجابات اللي في اختيار، اللي في الاختيارات اقرب اجابه ليها، وبالتالي هتختار. ساعات اصلا بيكون هو محدد لك هو عاوز يكون لاقرب كام رقم عشري. في الغالب واحنا شباب طولنا شويه، فاحنا هنحاول ننجز في المواضيع الجايه شويه، مش هنحل عليها كتير زي الموضوع الاولاني لان هو الاساس. فالموضوع الجاي هنحاول ان احنا نسرع الدنيا بحيث ان احنا نلحق نخلص بدري، ما ناخدش من وقتكم كتير يعني. دلوقتي احنا مش هناخد هنرجع اكتر من نص ساعه بالكتير قوي، او تلت ساعه كمان. ان شاء الله يعني. هنا هو بيتكلم على الصيغ وازاي تتعامل معاها. فهو هنا حرفيا بيقولك ازاي تبص الصيغ. او لو انت مثلا في معادلة في الفيزياء مثلا او اي حاجة، ما ان اكتر حاجة بتستخدم فيها رموز وكده، فانت مش دايما هيكون مطلوب منك انك تجيب مثلا في المثال الاول مثلا انها حاجة رياضة مثلا، فبيقولك ان فيها بتساوي باي ار تربيع، فاهم؟ فانت مش دايما هيكون مطلوب منك الف، بس ساعات هيكون مطلوب منك الار. فعشان تبسط الصورة بالنسبة لك ويكون الار هو الخارج بالنسبة لك، او اللي هو القيمة اللي انت تعملها وتطلعها من المعادلة، فبتروح مغير صورة المعادلة دي لصورة المعادلة اللي هي جذر فيها على باي. فده هو هيطلع لك قيمة الار بالنسبة لك هتكون قد ايه. وكذلك في المثال الثالث معلش بس يا والمثال عسكر، الرابع معلش ثانيه والخامس. بس يا عسكر، معلش بس ثانيه. انا ممكن بس اوضح على الحوار ده عشان في ناس بتتلخبط من الرموز الانجليزي شويه. هو الفكره اللي العسكر عايز يقوله، ان احنا مثلا، انت عندك معادله فيها س في جنب وصاد في جنب. فانت انت بتكون عايز تبسط المعادله بحيث انك تجيب س بدلاله صاد. هي بتتقال كده في العربي، تجيب س بدلاله صاد، او تجيب ف بدلاله عين، او تجيب نص القطر بدلاله باي. انك مش هتعرف تجيب انت عندك متغيرين ومعادله واحده، فانت ما تقدرش تجيب المتغيرين، انت هتقدر تجيب متغير واحد بس منهم. فهنا مثلا في السؤال ده احنا عندنا متغيرين دول، فاحنا محتاجين نجيب س بدلاله صاد. انت ما قدامكش اي حل غير كده، انت ما تقدرش تجيب قيمه س صريحه لانك في زي مجهول في النص كده عامل لك اعاقه، فانت مش تعرف قيمته. ف... فهنا في المثال ده مثلا، انت هتضرب انت عايزين نجيب معلش صاد بدلاله س في المثال ده، لان هو اصلا هو مدينا س. فعشان نجيب صاد في دلالة س هنحاول نفك الحاجات اللي حوالين الصاد دي. فأول حاجة بنعملها اللي هو بنضرب اللي هو بنشيل الرقم اللي الصاد مقسوم عليه، فهنضرب في الطرفين في 3، فساعتها هتبقى 8 ناقص صاد تساوي 3 س.
8 ناقص ص تساوي 3 س. آه ومحتاج زي ما قلنا محتاجين نجيب قيمة ص بدالة س، فاحنا عايزين ص لوحدها. فبالتالي هنعمل ايه؟ هنعدي ال8 بعكس الإشارة. في خطوة هتبقى أسرع شوية بس خلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين كده. بسط كمان في 3. ما احنا الفكرة هنا ان احنا ما هو احنا فعليا ضربنا البسط في 3، بس الفكرة ثانية كده اكتب لك برضو مثال تاني. صاد على 3 يساوي س. انا هنا قلت ان احنا هنضرب في 3، هنضرب فوق وتحت. معلش هنضرب فوق بس لانك اصلا هتضرب فوق هنا في 3. فاكرين في المعادلة انا عايز اوضح لكم حاجة. س تساوي 2 صاد. احنا هنا عشان نجيب قيمة س هنعمل ايه؟ ينفع بس حد يفتح المايك ويقول لي؟ او سامسونج اس ام اي 14 ينفع يفتح المايك بس ويقول لي عشان هو اللي كان سأل السؤال. بس قيمة السين أصلا معانا بتساوي 2 من قيمة الصاد. لا انا بقول لو عايزين نجيب قيمة الصاد مش السين. نجيب قيمة الصاد. اه 2 صاد بتساوي س. هنضرب السين كمان في 2 ولا ايه بالظبط؟ لا احنا هنا معانا 2 صاد تساوي س، فعشان نجيب الصاد لوحدها هنطير الرقم اللي جنبها، فهنقسم الطرفين في المعادلة على الاثنين كده. تمام. مم. معايا في الحوار ده؟ اه تمام صح. ممكن نعمل س مقامها واحد بس انا الفكرة بحاول يعني ادلكوا اسرع طريقة. فانت هنا عشان تطير الاثنين فانت تقسمها على الاثنين، فبالتالي هتبقى واحد، فبالتالي هتطير فمش هيبقى ليها لازمة، صح كده؟ صح. مم. هنقسم هنا وهنا على الاثنين، فساعتها ص هتساوي س على الاثنين. تمام؟ تمام. معايا في الجزئية دي؟ اه. تعالي نرجع بقى فانت للسؤال ده كده. كده حرفيا، انت لو ضربت، ارجع اللي انت كنت بتقوله يا محمود. تمام فانت كده لو ضربت في الطرفين في الاثنين، فانت كده رجعتها لاصلها اللي هي 2 ص بيساوي السين. بالظبط كده. اه عشان بعدها هنختصر اه اه، فهو حرفيا انت عاوز تجيبها بدلالة ايه بس؟ كمل يا محمود. يعني انت حاليا متفقة معايا ان احنا لو عندنا في طرفين بينهم يساوي او معادلة، انت تقدري تضربي الطرفين في اي رقم وهتبقى المعادلة شغالة. يعني ممكن تضربي اللي على اليمين في اتنين بس في نفس الوقت تضربي اللي على الشمال في اتنين، صح كده؟ تمام. يعني دي اللي هي قواعد المعادلة. انت لو تضرب جنب في المعادلة في اتنين فانت هتضرب التاني في اتنين برضه وهتبقى المعادلة شغالة. ده بالظبط اللي عملناه في النقطة دي. احنا هنا هنضرب عشان عايزين نطير اللي هي الكسر 3 ده، فهنضرب في 3 عشان يطير. هيطير ازاي؟ هيبقى عندك 3 على 3 فهتبقى بواحد فمش هيبقى ليه لازمة. يعني اللي هو هيبقى كده 3 في 8 ناقص ص على التلاتة. اه صح، التلاتة فوق تطير مع التلاتة اللي تحت. بس كده. تمام. بس احنا ضربنا الطرف ده في 3 فبالتالي لازم نضرب الطرف ده كمان في 3، صح كده؟ صح. صح. فساعتها ايه 3 في الطرف اللي على اليمين. الطرف اللي على اليمين معلش كده. الطرف اللي على اليمين التلاتة هتطير مع التلاتة فهتبقى 8 ناقص ص، صح كده؟ صح. والطرف اللي على الشمال ضربنا س في 3 فهتبقى 3 س. خلاص تمام تمام. ناقص كده ناقص كده ايه ونجيب نجيب قيمة ص لوحدها. يعني احنا عايزين حاليا ص لوحدها، معانا المعادلة دي وعايزين ص هنود... لوحدها. نودي بقى التمانية بعكس الإشارة. ما هو لو ودينا التمانية بعكس الإشارة هتبقى سالب ص. انا عايز ص بس. ممكن هنقسم على بعدها. -1. اه، ممكن نقسم على سالب بالظبط. واحد. او من الاول نودي السالب صاد الناحيه اللي هناك ونجيب 3 س. هو في الاخر انت كده كده يعتبر بتعمل نفس الطريقه، بانك توصل يعني لنفس الناتج، بس باختلاف انت شايف الطريقه اللي انت بتعملها ازاي. تمام. ماشي هنرجع بس للنقطة اللي عسكر قالها. بس بقى بنقسم ده نقسمه على سالب واحد ازاي؟ -1. هناخده كله على -1، يعني كأن احنا بنقول 3 س على -1 تبقى -3 س، وسالب بالظبط. 8 على -1 تبقى -8. ممكن تمام. النقطة بقى اللي كان عسكر كان بيقولها، نرجع بس للنقطة الأصلية اللي احنا كنا فيها دي. انت اسهل من انك تعدي 8 وتقسم على سالب واحد. انت ممكن هنا ممكن تعدي هنا الصاد. هي هنا سالب صاد فتعديها هنا تبقى ايه؟ تبقى صاد. ساعتها هتبقى مم. 8 تساوي 3 س زائد صاد. تمام. عايزين صاد لوحدها هنعدي ده هنا كده.
فهتبقى 8 ناقص 3 س تساوي ايه؟ تساوي صفر. تمام، هي نفسها على حسب كل هي واحد نفسها بيحب يكون بالظبط. مقصود على أي طرف. بالظبط. معلش كمل يا عسكر هنا المثال 2 اللي هو بتاع الجذر. مثال اتنين، هو يعتبر الرموز غريبة شوية من الحاجات اللي احنا متعودين من عليها في الرياضة وكده، لأن دي يعتبر مش الرمود اللي بنستخدمها في ازاي نجيب مساحة الدايرة وكده. بس يعني هنعتبرها رموز عادية ما فيهاش أي هو حاجة. الفكرة هنا احنا عايزين بقى عشان اقدر بس كلام عسكر، واحنا عايزين نجيب الفاء لوحدها. كمل يا عسكر معلش. دلوقتي المعادلة الأساسية بالنسبة لنا فهي إن الف بتساوي باي ار تربيع. فاحنا آه، عاوزين نجيب من الار بدلالة الف. من هنا يا عسكر، من هنا يا عسكر، من الجنب ده اللي انا عامل عليه دايرة. تمام. فعندنا ان ان الر بتساوي جذر الف على الباي. فاحنا عاوزين نجيب الف بدلالة لا، الار دي. بالظبط. فنيجي بقى هنروح ضرب عشان نطير الجذر. فاحنا اول حاجة هنروح عاملينها بار 2 للطرفين. فكده عندنا هيكون ف على الباي هيساوي الر تربيع. اللي فوقتها هو اس 2 يا شباب، باور 2 اللي هو اس 2 اه بس عشان لو حد مش معانا. اللي هو قصده فوقت هنربع الطرفين بمعنى صح. اه فوقتها احنا عندنا تحت الباي اللي هي فيها على الباي تساوي الراه تربيع. فاحنا وقتها نضرب في باي في الطرفين عشان نطير الباي اللي هي تحت الفاء. فوقتها يطلع لنا ان الفاء هتساوي راه تربيع باي. هو زي ما قلت لكم ممكن عادي المثال يعتبر غريب شوية بالنسبة للرموز اللي انتوا متعودين عليها بالنسبة للمساحة. بس هو ده مجرد مثال بنوضح فيه بس عشان تفهموا انتوا ممكن تحلوا ده ازاي. بقية الأسئلة واضحة قصادكم، محمود برضو بيوضح لكم ازاي المثال هتوصلوا له كده. تمام. لو حد مثلا في قدامه وهو بيقرأ الفايل وكده ما فهمش ممكن يسألنا هو ده جه ازاي وبتاع. بس عشان بس نوفر وقت شوية وعشان وقتكم برضه فهنحاول نعدي الجزئية دي بسرعة شوية. تمام. هو هنا شيء. احنا اللي وضحنا بس هنا ان احنا ربعنا الطرفين وضربنا في باي في الطرفين، فطلع معانا ان فيها تساوي 4 راء تربيع باي بس. مش انزل يا محمود. وكل ما تنزل تحت كل ما هتلاقي الفكرة أصعب شوية وكده يعني اللي هو و- بيدرجك بقى على بالتدريج نسبيا. هي دي هو الجزء اللي احنا فيه ده هو اخر جزء يعتبر. فممكن نوضح بس الكام مثال دول. هنا لا لام 2 لام دي، معلش 2 لام كده، 2 لام ناقص ف على 2 تساوي ب. احنا هنا عايزين نجيب قيمة الف. ماشي هنخلص الجزء ده بس معلش. عايزين نجيب قيمة الف. فهنضرب الطرفين في 2 برضو، تبقى 2 لام ناقص ف تساوي 2 لام. عايزين نجيب قيمة الف لوحدها، هنعدي الف هنا بعكس الإشارة، ونودي الاتنين باء مكانها. ساعتها الف هتساوي، نعدي ده كده كده، 2 لام ناقص 2 باء. دي كده قيمة الف. هنا برضو الجزئية دي انت هتضرب الطرفين في نفس القيمة كلهم نفس الفكرة بالظبط. لو حد انتوا ممكن تقرأون بس احنا عشان وقتكم هنعديهم. لو حد عنده مشكلة ممكن يبعت لنا الجزء اللي هو واقع فيه على شات التليجرام او شات الواتس، برضه احنا معاكم كل حاجة. ودي هنا أسئلة تدريبية برضه ممكن تجربوا فيها. هنخش بس على جزء سريع كده اللي هو الجزء المسائل المقالي. اللفظية. بالظبط. هكمل انا. ممكن. جزء المثال اللفظية بشكل عام هو عبارة حرفيا ان هو بيجيب لك موقف حياتي او ان هو يترجم المسألة حرفيا بالعربي. ان هو ازاي يخليك المسألة على شكل قصة او على شكل ان هو يترجم الحاجات كمعادلة بالعربي. فبحيث ان انت تضطر انك ترجع تترجمها تاني وبعدها تبدأ تحلها كمعادلة عادي جدا. الجزء ده ممكن ما يكونش بيتكرر كتير قوي في اختبارات الأولى أو كده. بس هو جزء يعتبر مهم جدا لأن ده يعتبر لو دخلتوا هتخش مسابقات إن شاء الله يعني في الرياضة وكده هتلاقوا إن ده بيبقى جزء كبير قوي من الامتحان. إن هو بيختبر إنك إزاي هتعرف تفهم المسألة ككتابة تقدر تحولها كمعادلة وتقدر تحلها.
زي ما انتم موجود قصادكم في عايز بس الجدول معلش يا ده. عسكر، هو الجزء المقالي هو بيجي اكتر في امتحانات الاي كيو. انتوا ممكن بس تستغربوا من الرياضه والاي كيو، هم في الغالب يعني الاثنين بيبقوا نفس المذاكره، ما عدا الاي كيو فيه اسئله ذكاء شويه. بس من ناحيه المقالي، فالمقالي بيجي اكتر في اسئله الاي كيو. كمل يا عسكر. بس فالجدول اللي قصادكم يعني هو ده الجدول، يعتبر أهم الحاجات اللي ممكن تحتاجوها أصلا وانتوا بتتعاملوا مع الأسئلة المقالية. عندك المجموع يعني زائد الفرق وكده يعني، وأظن ممكن يكون عنده أغلبكم عارف حاجات كتير منه، فتقدروا تبص عليه قبل ما تحلوا يعني وكده. دلوقتي هننزل نبص مثلا لأول مثال تحت. ده هو حرفيا كده بيكون اساسي شويه. الاساسي هو في اول مثال مثلا بيقول لك ان مجموع عدد وسبعة بيساوي 18. فايه العدد ده؟ فهو بالنسبه لك هيساوي 11. ليه؟ لان المجموع بتساوي زي ما شفنا في الجدول اللي فوق اللي هو زائد. فايه الرقم اللي زودنا عليه 7 هيدينا 18؟ فنقدر نحولها لمعادله عادي اللي هي 18 بتساوي 7 ناقص س. فالسين بالنسبة لنا هتكون بتساوي 11. المثال اللي بعده يعتبر إن نفس معلش بس يا الفكرة. عسكر، معلش بس دقيقه. السؤال ده، انت ممكن لو سؤال صغير زي ما عسكر عمل كده، هو تقدر تجيبه على طول بدماغك، وده هيبقى الطريقه الصح تماما لو انت في الامتحان. لكن لو سؤال كبير ممكن تتلخبط. اه، الاسئله المقاليه دي زي الاسئله اللي انا يعني انا عدى عليها تقريبا في امتحان الاي كيو، كان جه منها اتنين، لكن تقريبا ما بيجيش منها رياضه بصراحه، يعني هي بيجي منها في الاي كيو. فالسؤال يعني السؤال المقالي حاولوا تحولوه لمعادله اكتر. فهو السؤال ده زي ما المفروض الصح يعني، والاسرع تعمله زي ما عسكر قال، اللي هو انت بدماغك هو عدد وعدد، او عدد وسبعه بيساوي 12، بالتالي العدد ده يبقى بدماغك هيبقى 18 ناقص 7. بس انت العدد ده ممكن تحط مكانه س. س دي ليها زائد، فزائد 7 يساوي 18، فبالتالي يجيب س عادي جدا. معلش كمل يا عسكر. زي ما محمود وضح، انا حليتها بطريقتين. الطريقه اللي انا عرفتها كمعادله، وطريقه اللي هي بما انه سؤال سهل قوي فانا اقدر احله بدماغي بسرعه عشان اوفر وقت. طريقه حل المعادله زي ما محمود قال هي مجرد طريقه للمسائل الحاجات الصعبه او الحاجات اللي انا مش هقدر اترجمها بدماغي بالسرعه دي، ترجمها لمعادله عشان تكون سهله معايا. المثال مثلا ممكن نخش على المثال الثالث. وبيقول محيط مستطيل وانت عارف قانون المحيط المستطيل قد ايه. فبيقول لك الطول طوله اطول من عرضه بتلاتة. فده معناه ان احنا ممكن نعرف ان الطول بيساوي س، والعرض بيساوي س ماينس تلاتة، او ان العرض س والطول بيساوي س زائد تلاتة. ايهما اريح لك؟ وبيقول لك انت هو بقى عاوز عرضه وطوله، وانت معاك المحيط بيساوي الطول زائد العرض في اتنين. فانت ممكن تبسط المسألة تقسم على الاتنين، يبقى الطول زائد العرض هيساوي 21. وهو عندك ان السين زائد س زائد تلاتة، اللي هو مثلا لو اعتبرنا الطول بسين زائد تلاتة، فكده هيبقى عندك 2 س زائد تلاتة بيساوي 21. فكده هيكون عندك ان 2 س هيساوي 18. فكده عندك ان السين هيساوي التسعة. فاحنا كده جبنا قيمة السين. السين ده احنا كنا معوضين عنه بعد ايه؟ فهو كنا معوضين منه بالعرض، فالعرض هيساوي 9، والسين بي هيساوي والطول هيساوي س زائد 3 اللي هو هيساوي 12. حاسس ان انتوا ممكن تكونوا ضغطوا مني شوية، بس هو الفكرة من الحوار كله او الاسئلة المقالية بشكل عام انك غالبا لو هو جايب سؤال فيه تفكير شوية انت غالبا مش هتقدر تترجمه بدماغك، خصوصا لو هو سؤال طويل. فاحنا بنضطر او بنحاول ان احنا نبسطه، ان احنا نخليه في شكل معادلة. المعادلة دي تساعدنا ان احنا نقدر نوصل للحل بسرعة. معلش بس وبس يا يعني. عسكر، ممكن بس برضه اوضح السؤال بطريقه تانية، لو حد ما فهمش، او ممكن حد يعمل ريز هاند واجرب بس اشرح معاه عشان يبقى اوضح لكم برضه. اي حد عادي يعمل ريز هاند وانا هشتغل معاه عادي. طب يا شباب. خلاص دوس يا محمود عشان الوقت برضه دوس. طب خلاص ماشي. هو هنا بيقول لك ان المستطيل محيطه يساوي 42. المحيط طبعا زي ما احنا عارفين 2 في الطول زائد العرض، يعني 2 جنبها قوس الطول زائد العرض.
خلي المعلومة دي على جنب. يقول لك الطول أطول من العرض، أطول من العرض ب 3 سنتي، وأوجد أبعاد أو أوجد أبعاد المستطيل لو عايز بقى الطول والعرض. في الحالة دي أنت ممكن تفرض الطول بسين أو العرض بسين، بس أنا في حالتي الأسهل لي إن أنا أفرض الطول بسين. يعني الطول ساعتها الطول هيبقى سين. والت... والسؤال ده عامة، السؤال ده بنسبة كبيرة جدا بيجي زي في امتحان القبول، اللي هو بيقول لك مستطيل طوله أطول من عرضه، أو مستطيل عرضه أطول من طوله، أو أيا كان. بس هو أسئلة إن هو يجيب لك مستطيل وطول وعرض والكلام ده بيجي في امتحان الأي كيو بنسبة كبيرة يعني. الطول، هنفرض الطول بسين، فبالتالي هو بيقول الطول أطول من العرض. معلش، الطول أطول من العرض، فالطول هيبقى س والعرض هيبقى س ناقص 3. لأن العرض أصغر من الطول ب 3 سم. الطول ب س، فبالتالي العرض أصغر منه ب 3 سم، فيبقى س ناقص 3. تمام. ومعانا المحيط يساوي الطول 2 في الطول زائد العرض. ده كده المحيط. احنا عندنا المحيط هو مديهولنا 42. تمام. محل السؤال 5، بس معلش هخلص السؤال ده بس. 42 تساوي س زائد س ناقص 3، فهيبقى 2 س ناقص 3 تساوي 42. هتجيب قيمة س عادي جدا، هتعدي 3 بعكس الإشارة هنا، وتقسم في الآخر على الاتنين في الطرفين. ده كده سؤال 2. لو حد عنده مشكلة يرفع يريز هاند واشرح له عادي تاني. شباب، آه، ثانية يا محمود. في طريقة كمل الحل كمل. محمود كان بالنسبة له إن الطول كان هو بالنسبة له إن هو يقدر يعرف السين هيكون أسهل بالنسبة له. أنا كان بالنسبة لي الأسهل إن السين زائد تكون سين زائد الطول، يعني سين زائد 3. فأنا زي ما قلت لكم كل واحد بيحل بالطريقة اللي تريحه والأسهله، في إن هو يقدر يوصل في الآخر للناتج الصح. هو الفكرة بس إن بس عسكر فرض العرض نفسه بسين، والطول أطول منه ب3، فبالتالي الطول هيساوي العرض زائد 3، العرض اللي هو بسين، فتبقى س زائد 3. ده اللي عسكر قاله. ماشي، خش على سؤال 5 على طول، مثال 5. السؤال الخامس: عمر الأب أضعف عمر الأب 4 أضعاف عمر ابنه بعد 6 سنين. بص، نمشي سؤال مقطع مقطع. نبدأ بالجزء ده. عمر الأب، نفرض عمر الأب أو عمر الابن بسين، فبالتالي عمر الأب هيبقى 4 س. يعني عمر الابن الابن هيساوي س. ده فرض منه، احنا في عمر الابن لأن هو مجهول، فاحنا زي ما قلت فوق إن المجهول بنعبر عنه بس أو صاد. فبالتالي عمر الأب، دي معلومة هو مديها لنا، إن هو 4 أضعاف عمر ابنه، يعني 4 س. تمام. بعد 6 سنوات سيصبح عمر الأب ضعف عمر ابنه. بعد 6 سنوات دي اللي هي يعني هتضيف هنا 6 سنين وهنا 6 سنين، لأن هما الاتنين بيكبروا مع بعض. يعني الأب، يعني أنت لو أنت عندك 15 سنة وباباك عنده 30 سنة، أو باباك عنده 40 سنة، بعد 6 سنين هو يبقى عنده 46 وأنت هيبقى عندك 21. فبالتالي أنتوا الاتنين بتزيدوا مع بعض، يعني مش، ما ينفعش نزود تحت وما نزودش فوق. بعد ده كده عمر الابن بعد 6 سنين، وعمر الأب بعد 6 سنين. تمام. بيقول سيصبح عمر الأب ضعف عمر ابنه. يعني بعد 6 سنين اللي هو بعد القيمة الجديدة دي، عمر الأب هيبقى ضعف عمر ابنه. يعني 4 س زائد 6، ده اللي هو عمر الأب، هيساوي 2. 2 اللي هي الضعف عمر ابنه، اللي هو كان كام؟ س زائد 6. ده كده عمر ابنه. بس دي بقى عندها معادلة عادية، معناها معادلة عادية وفي متغير واحد. فهنقدر نجيب قيمة س، تبقى 4 س زائد 6 تساوي 2 س زائد 12. هنوزع الاثنين يعني كده. هنعدي السين بعكس الإشارة، هتبقى 2 س تساوي 6 س هتساوي 3. دي مش الإجابة دلوقتي. الإجابة هو عايز دلوقتي إيه؟ عمر الابن. عمر الابن، هي عمر الابن ده اللي هو السين. صح، هتبقى 3 الإجابة. ليه؟ لأن احنا فرضنا الأول إن عمر الابن بسين. ما تجيش تجمع على السين 6 وتقول لي ده عمر الابن. هو قال 6، احنا ضفنا 6 عشان هو قال بعد 6 سنوات. تمام. حضرتك السؤال رقم 4، كمل بس ده. هو قال 6 عشان بعد 6 سنوات، لكن عمر الابن في الأصل احنا كنا فارضين إن هو بسين، وعمر الأب قلنا إن هو يبقى 4 س. فساعتها التلاتة دي س تساوي 3، فبالتالي عمر الابن ب3. 3. وعمر الأب 4 س، ف3 في 4 هتبقى 12. 12 س.
والسؤال ده عامة أنا فاكر السؤال ده جالي في امتحان الأول السنة اللي فاتت في امتحان الأي كيو، أنا فاكر السؤال ده بالأرقام دي. عامة هو نفس السؤال ده عامة كان جالي برضه في امتحان القبول يعني. السؤال رقم 4. معلش بس قبل ما تمام. نخش على أربعة، حد عنده مشكلة في السؤال رقم خمسة عشان هو سؤال مهم جدا؟ محدش عنده مشكلة، خلاص تمام. السؤال 4 بيقول بعت مدرسة 250 تذكرة للحفل. سعر التذكرة هو عبارة عن 8، هنعتبر مش مهم بالنسبة لي لوحده دلوقتي. وتذكرة الكبار 15. 8 سعر التذكرة بالنسبة للطالب هو عبارة عن 8، وسعر التذكرة بالنسبة للكبار أو البالغين هو عبارة عن 15. بيقول لك المبلغ الإجمالي اللي حصل هو 2769 دولار. كم عدد تذاكر الطلاب وتذاكر الكبار اللي اتباعت يعني. فهو دلوقتي احنا عندنا اللي اتباع 250 تذكرة، وعندنا القيمة النهائية هو عبارة عن 2769. تمام. فكده المسألة دي هي ناقصها عامة. المفروض مدخل اللي هو لازم كان يقول لي ان هو عدد تذاكر، سواء عدد تذاكر الطلاب او عدد تذاكر الكبار، عشان تقدر توصل لها انك بمعادلة، بما انك عشان توصل للمتغير واحد وكده. بس هي دي يعتبر ممكن غلطة في بس أوضح المسألة الحوار ده. عادي. إحنا ماشي. ممكن نفرض إن التذكرة الواحدة س، فبالتالي هو هنا عندنا ده مجموع الفلوس اللي دخلت له، فالتذكرة الواحدة س، فممكن نخليها 8 في س زائد 15 16 س يساوي 9 6 52 تذكرة. ممكن بس عشان السؤال غالبا في حاجة ناقصة. تمام. هو السؤال هنا ممكن نجرب نفرض أو أجرب معاكم عامة، ممكن نجرب نفرض متغيرين. تذكرة الطالب س، والكبار بصاد. يعني كده التذكرة الواحدة من الطالب بسين، والتذكرة الواحدة من الكبار بصاد. هو السؤال ده عامة دخل في السيشن اللي بعدها، بس يعني ممكن نوضحه لأن أغلبكم برضه هو كان موجود في تالتة إعدادي عادي. فس زائد صاد يساوي 250. س زائد صاد ده اللي هو س اللي هي تذاكر الطالب، وصاد اللي هي مجموع تذاكر الكبار. فهو مجموعهم الاثنين مع بعض هو كل اللي اتباع 250. فبالتالي فيبقى عدد تذاكر الطلاب زائد عدد تذاكر الكبار 250. فكده دي معادلة أولى معانا. السؤال ده هو ده المفروض من السيشن الجاية اللي هي كانت خدناها في ثالثة إعدادي، إن هو بيبقى مديك معادلتين ومتغيرين وبتجيب قيمة المتغيرين دول، بس احنا ممكن نحله معاكم دلوقتي عادي برضه. فهنا س زائد ص تساوي 250، دي المعادلة الأولى معانا. المعادلة الثانية بيقول 8 في س زائد 15 ص هتساوي، هوضح لكم ليه دلوقتي، تساوي 9 7 2. ليه؟ هو قلنا هنا ان س مجموعة تذاكر الطلاب، تمام؟ فلو ضربنا مجموعة تذاكر الطلاب مثلا، فلنفرض ان هو مثلا 70 تذكرة، فعايزين نجيب هيكلفوا كام جنيه. فهنضرب قيمة التذكرة الواحدة في مجموع التذاكر عشان نجيب التوتال بتاع عدد التذاكر هيبقى كام جنيه. فعشان كده ضربت الثمانية في مجموع تذاكر في مجموع تذاكر الطلاب. فبالتالي دي كده هتديني مجموع الفلوس اللي هتيجي من تذاكر الطلاب. تمام. و15 في صاد اللي هي 15 في مجموع عدد تذاكر الكبار هتديني مجموع الفلوس اللي جه من تذاكر الكبار، اللي هم مجموع الاتنين بقى على بعض هيديني مجموع التذاكر كلها اللي هو 2769. تمام. فهنا في الحالة دي احنا معانا معادلتين، اللي هي المعادلة س زائد ص 250، و8 س زائد 15 ص بتساوي 2769. ان احنا نحلهم ده المفروض علينا في السيشن الجايه. بس ممكن برضو نوضحها لكم هنا. احنا بنستخدم طريقه اسمها التعويض، برضو خدناها في ثالثه اعدادي.
س تساوي 250. 250 ناقص صاد. هناخد قيمة س دي نعوضها في المعادلة دي، اللي هو كان حل نظام معادلات مكون من معادلتين كنا واخدين في تالتة إعدادي. ف8 في 25 ناقص صاد زائد 15 صاد ميتين تساوي وخمسين ناقص صاد. معلش 250 ناقص صاد 250 ناقص صاد زائد 15 صاد تساوي 2000. تمام. فاحنا دلوقتي بقى رجعنا بقى للجزء اللي احنا كنا واخدينه النهارده، معانا متغير واحد ومعادلة واحدة. ممكن حد يفتح المايك يكمل يحله. اه ينفع بالحذف، بس انا استخدمت تعويض عشان هي اول طريقة جت في دماغي. اللي فتح المايك اتفضل. تمام، هنضرب التمانية في 250 تمام. هتبقى ثواني. ب2000. 2000. 2000 ناقص 8 صاد تمام. زائد 15 صاد 15. تمام. بتساوي 2769. 2000. تمام. هنودي ال2000 هناك بعكس الإشارة، اللي هنجمع الصادات مع بعض، فيكون الطرف اللي على اليمين -8 صاد زائد 15 صاد هيدينا 7 صاد. تمام. تمام. خلي دلوقتي بس عشان ما بيساوي تلخبطوش. تمام. تمام بيساوي 2769. ناقص 2000. اه. يبقى كده صح؟ اه مظبوط، ناقص 2000 تبقى 2000. هتبقى 769. خلاص تمام، انت اختصرتها. تمام، هيكون 7 صاد بيساوي 769. طبعا صاد تساوي 700. 700. صاد هنجيب هتساوي الصاد كام؟ لوحدها. 769 على 7 نقسم في الطرفين على هتدينا 7. هي تكون كسر بقى، اللي هو لا، هتكون مظبوطة عادي، هتكون عادي. طالب لا منك لا لا، تبقى كسر هتبقى كسر. ماشي ماشي، هنعيد له السؤال تاني، بس هي تطلع رقم صحيح عادي. ممكن. 109.85 من 100. لا اه لا مش هي مظبوط. هي لا هي حوالي 109. 110 عموما. هي ممكن حوالي تقربها في الامتحان 110. يقربها لك ل 110. يعني هي هتبقى اه تقريبا كده. و110 هي الإجابة الصح. في حد طلب تعيد المعادلة التانية، انت جبتها ازاي تاني هعيدها بود تاني، يعني كده كده اخشها؟ هعيدها تاني. فدي الإجابة اللي هي 109.8. 8/10. 8 من 10 هتبقى في الآخر، هتبقى 110 ده بعد التقريب، فده اللي هيطلع لك اللي هيبقى في الاختيارات. نرجع للجزء ده، المعادلة التانية جبناها ازاي. احنا فرضنا في الأول إن مجموع عدد تذاكر الطلاب بيساوي س. يعني مثلا كانوا 20 تذكرة، هما س. تمام. ويا ريت بس اللي طلب السؤال اللي يفتح المايك معايا بس عشان أبقى متجاوب معاه. ومين اللي كان طالب السؤال يا عسكر؟ محمد. واحد تمام. شخص اسمه تمام. محمد. انت اتفضل يا معايا محمد. صح؟ ايوه معاك. احنا فرضنا مجموع عدد تذاكر الطلاب بيساوي س. تمام. تمام. الطلاب بس، ومجموع الكبار بصاد. تمام. تمام ماشي. صاد. تمام. معايا في الحوار ده. هو قال لك الطلاب زائد الكبار، تذاكر الطلاب زائد تذاكر الكبار هيساوي 250 في الاخر. قالها لك في الجزء ده، بعت المدرسه 250 تذكره، يعني س زائد صاد بتساوي 250. معايا في الجزء ده صح؟ معايا صح؟ ايوه معاك. ده كده المعادله الاولى. نخش بقى على الجزء الثاني. هو بيقول لك سعر تذكره الطالب ب 8 جنيه. ماشي. انت دلوقتي لو قلت لك احنا السينما مثلا دخلها اتباع منها 20 تذكره، والتذكره الواحده ب 5 جنيه، هيبقى دخل لها كام في الاخر؟ هتعمل ايه؟ مش شرط انك تقول لي، بس هتعمل ايه؟ هو 20 تذكره قول تاني والتذكره كم. بخمسه. بتقول ايه؟ انت تذكرة 5. قول تاني لو اه. سمحت. السينما باعت 20 تذكره، والتذكره الواحده منهم ب 5 جنيه، كده دخل لها كام جنيه في الاخر؟ 4. ازاي 4؟ او 20 تذكره والتذكره الواحده بس منهم بخمسه. يبقى 100. تمام.
هيبقى 100 جنيه. يعني احنا عشان نجيب المجموع الفلوس اللي دخلت، فاحنا هنضرب مجموع عدد التذاكر في التذكرة الواحدة بس بكام، صح كده؟ صح تمام. فاحنا قلنا مجموع عدد تذاكر الطلاب بسين، والتذكرة الواحدة ب 8 جنيه، فهيبقى 8 في س. مم. معايا في الحتة دي؟ بالت- ولا لو وقعت مني أعيد لك تاني عادي؟ لا، معاك. فكده 8 في س ده مجموع عدد الفلوس اللي دخلت من تذاكر الطلاب. ماشي. هنعمل نفس الحوار في تذاكر الكبار. هو مجموع عدد تذاكر الكبار بصاد، عشان نجيب مجموع الفلوس اللي دخلت معانا تذكرة واحدة منهم ب 15 جنيه، هنضرب ال 15 في مجموع التذاكر بتاعتنا، فهتبقى 15 صاد. ماشي. تمام. فهو بيقول تمام. لك بقى مجموع بقى اللي دخل منهم الاثنين، اللي هو الطلاب والكبار كلهم على بعض كده، اللي هو لو جبت ال 8 س ماشي. زائد 15 صاد هيساوي 2769. تمام. ماشي. فبس هي من هنا جت المعادله الثانيه، اللي هو 8 س زائد 15 صاد تساوي 2769. تمام. ممكن بقى تحلها بعد كده. انت خدت في اعدادي اللي هو طريقه الحذف وطريقه التعويض، صح؟ أيوه. فساعتها بقى ممكن انت معاك معادلتين ومتغيرين، تحل بالحذف او بالتعويض زي ما انا حليت هنا. ماشي. بس يا شباب، هي يعني دي كانت سيشن النهارده، يعني يا ريت تكون سيشن خفيفه يعني عليكم، وتراجعوا اول باول. هتلاقوا معاكم هنا اسئله تدريبيه هنا، يعني احنا حلينا بس كام مثال، هتلاقوا معاكم اسئله تانية هنا وهنا. لو حد فيكم وقف معاه اي سؤال منهم يبقى ياخدوا سكرين شوت ويبعتوا لنا على الجروب. بس ممكن تبداوا الاول بالواجب بالواجب او اللي هو الهوم ورك، وتحلوه يعني، لان هو ده هينزل لكم فورم تصمتوا عليها الاجابات بتاعتكم، اللي هو هيبقى الجزء ده كده، الجزء ده. وفي جزء تحت اللي هي الاسئله الاضافيه، اللي هي اسئله البونص دي، هتديك بوينتس زياده. وهننزل لكم بقى هنحاول ننزل لكم الملزمه بطريقه منظمه اكتر يعني. لو حد عنده سؤال في اي حاجه في السيشن ممكن يتفضل عادي يسال، او لو حد ما عندوش سؤال عادي ممكن يقول. الواجب هنبعت آه لكم التفاصيل، هيبقى نظامه ايه. هو في الغالب يعني هيبقى زي جوجل فورم، هتخشوا تحطوا الاجابات بتاعتكم وخلاص. بس برضه هنشوف التفاصيل وهنبعتها لكم. اي حد عنده اي مشكله يا شباب في اي جزء من السيشن مش فاهم ومش عارف اي شيء، يقدر يقول لنا دلوقتي هنقدر نشرحها لكم هنبعت لكم تاني. برضه على جروب الواتس. هينزل امتى الفايل ده؟ هنبعته بعد، هنedit عليه بس شويه، نحاول نظبطه شويه وكده ونبعته لكم. ممكن نبعت لكم الفيرجن دي دلوقتي لو انتوا هتعرفوا تحلوا منها على طول، او نبعتها لكم مثلا لو الفايل ده مثلا مش هنعرف نديت عليه. والفايلات الجايه ان شاء الله هتكون هي جايه متعدله وجاهزه وهتكون اريح لكم يعني في كده. السيشن الجاي عشان هتكون امتى؟ تقريبا بالنسبه الاربعاء، الرياضه هتكون الاربعاء ان شاء الله الساعه 4. او تقريبا في عندكم سيشن كمان شويه تقريبا علوم او اي كيو اه حاجه كده. مش متذكر بس هي الساعة 8 يعني. اه. بس أي حد أسئلة تانية يا حد عنده شباب؟ سؤال يفتح المايك ويقول عادي في اي جزء ايا كان في السيشن، سواء في الاول وفي الاخر او في ديزموس حتى اللي احنا اتكلمنا عنه سريعا كده. حد عايزنا نجرب حاجه معاه عادي بقى، واللي ما عندوش سؤال ممكن يتفضل يخرج عادي. سيشن برضه يا شباب هتترفع على يوتيوب، لو حد عاوز إن هو يراجعها أو أي شيء، أو إن هو